حلقة جديدة من برنامج بوابة النجوم. معاكم أكرم المصري وبسنت خالد. برحب بكل اللي بيسمعونا مستمعي راديو البوابة، وكمان برحب من الهندسة الإذاعية بزميلنا بقى محمد الكاشف. الأول لازم يعني أسلم على المذيعة اللي قاعدة جنبي. نفس اللي قاعدة جنبك دي. ازيك يا أكرم؟ ازيك يا بسنت؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ يعني تمام، يعني تمام. كل تلات كده بنتقابل في البرنامج، فبكون مبسوط أكيد. وأنا كمان. النهاردة زي ما انتم متعودين كل حلقة أكيد بيبقى معانا ضيف كل يوم تلات. ضيفنا النهاردة من مواليد محافظة المنصورة، اتخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكانت بداية شهرته ومعرفة الناس بيه من خلال برنامج توك شو على موجة كوميدي اللي أصبح دلوقتي شوك توك على MBC مصر. بعد كده شارك في كتير من الأعمال الفنية الناجحة، ومش بس كده، احنا كمان شفناه في كتير من الإعلانات. ضيفنا النهارده هو الفنان محمد سعداوي. مساء الفل. مساء الفل. ازيك يا محمد؟ منورنا. ازيك يا بسنت؟ ازيك يا اكرم؟ اخباركم ايه؟ كله تمام. في اي حاجه في المقدمه معترض عليها؟ لا كويس قوي. يعني انا مذيع طيب جدا. تمام. طيب بسنت دايما بتحب تسال في ايوه عشان انا بحب اداء الضيف اللي قدامي. وانا جاهز، انا جاي متضايق اساسا. ليه كده يا محمد؟ لا بالعكس، طيب بالعكس، الطريق فاضي والدنيا جميله. طيب يا محمد، حابه اسالك ايه مرحله الطفوله كانت بالنسبه لمحمد عامله ازاي؟ يعني في الشغل كل واحد بقى وهو صغير انا عايز اطلع دكتور، يا ماما انا عايز اطلع ضابط. محمد سعداوي كان عايز يطلع ايه؟ انا يعني طفولتي جايز تكون كانت مختلفه شويه. انا اتربيت في مكان كده مش ما بين القريه وما بين المدينه. وانا عندي 8 سنين بدات اروح نادي المنصوره العب كوره، وقعدت فتره طويله جدا من 8 سنين لغايه 14 سنه بلعب كوره في فريق المنصوره في الفريق الاساسي. وافتكر ان انا وانا عيل صغير فاكرين ماتشات زمان الاهلي والزمالك والاهلي والمنصوره، مش كان في اطفال بيقفوا ورا الجون ياخدوا الكور. ايوه بيحدفوا الكور للعيبه لما تطلع بره. بالظبط كده، كنت انا من الاطفال دول. ايه ده ما شاء الله. هو انت اللي كنت انا فاكرني انا كنت صغير كده. انا شفتك. وكان برضو بتبقى يعني انت كنت بتلعب ولا احنا كنا بنلعب. يعني انا لعبت، انا من وانا عندي 8 سنين انا بلعب 11 على الاوفسايد، وبنخش دوري وحاجات كده. زمان كان في طقس كده بيعملوه الناس، اكيد في ناس عارف فاكراه. يعني كان لما يجي مثلا الاهلي جاي المنصوره يلعب المنصوره، تلاقي الفريق بتاع المنصورة اللي هو الأشبال بيلعبوا أشبال الأهلي أو الزمالك قبل الماتش بحكام ولايزمان وكل حاجة والجمهور قاعد. فاحنا كنا بنعمل كده. يعني أنا كان قبلي بيلعب محمود الخطيب، وكنت باخد الكور منه من الشوطات اللي كان بيشوطها وديها للجون بتاعنا لغاية 14 سنة. حصلت لي إصابة، كنا في دوري، حصلت لي إصابة في إيدي فوقفت كورة. خلاص ده كان حلم اصلا وخلاص كده وقف ولا؟ كنت بخاف بقى لما كنت بنزل العب. بعد الاصابه دي كانت اصابه صعبه شويه في ايدي، فكنت بخاف بقى. فبدات ميولي بقى تبقى اتجاهات تانية، بدا الفن بقى يبدا يخش في حياتي، بس ما كنتش عارف اروح له ازاي. طيب يعني انت من البدايه كنت هتطلع لعيب كوره؟ في الاول خالص لعيب كوره. طب من بدايه سن قد ايه بقى ابتديت تفكر عايز اطلع ممثل، او ابتديت تحس ان عندي موهبه التمثيل؟ سنك كان قد ايه؟ قبل في فتره الكوره دي كنت وانا في رابعه ابتدائي عملت مسرحيه. كان مدرس لغه العربيه استاذ عبد اللطيف، ما اعرفش بقى دلوقتي ربنا. كنت في رابعه اول ولا رابعه تاني؟ عشان انا كنت في رابعه اول. مش بحب بتوع رابعه اول. كنت في رابعه اول. استاذ عبد اللطيف اختارني مع مجموعه من الاطفال الطلبه يعني عشان نعمل مسرحيه عن مولد الرسول عليه الصلاه والسلام. فكنت انا المبشر، حتى انا لسه فاكر الجمله اللي كنت بقولها وانا صغير. كنت انا اللي ببشر جد الرسول ان الرسول، كنت بقول له بشراك عبد المطلب، بشراك عبد المطلب، لقد انجبت امينه بنت عبد الله ولدا، بشراك عبد المطلب. وكم جمله بعدها عملت الجمله دي وخدت جائزه احسن ممثل. انت كنت في رابعه ابتدائي؟ في رابعه ابتدائي. ده كان تبع ايه اصلا؟ تبع المدرسه. تبع المدرسه. بعد كده لما 14 سنه بقى وخلصت، يعني عايز التمثيل بدا يجي في دماغي، الفن والتمثيل، عايز امثل، عايز ابقى متواجد. يعني الموضوع ده بالنسبه لي مبهر يعني، بس مش عارف اروح فين.
يعني دايما كان في مشكله زمان حتى في الاقاليم، مثلا المنصوره انت ما تعرفش تروح، يعني هنا في القاهره ممكن مسارح مش عارف ايه كذا، لكن هناك بالظبط، لكن هناك ما فيش الثقافه دي خالص. فقعدت اسال لغايه ما قالوا لي في نعرف واحد اخته شاعره وبتكتب شعر في قصر ثقافه المنصوره ومش عارف ايه. المهم يعني لغايه ما وصلت لهم. واحد صاحبي قلت له تيجي معايا نروح، هتيجي بس هتستناني بره وانا هخش اسال اشوف الجو عامل ازاي بالظبط. فرحت قصر ثقافه المنصوره، لقيت مكان تحت كده، سالت بتوع الامن قالوا لي تحت يعني. هم دايما اي حد في الفن بيتعامل بفاليانه كده حتى لو واقف على الباب. شفتهم انا الناس دي كتير قوي موجودين، يحسسك ان هو يعني فاهم. المهم يعني دخلت نزلت لقيت مجموعه من الناس كبار، كلهم كبار يعني قد ابويا وقد اخوالي وعمامي. الناس دي انا عايز اطفال امثل معاها. فدي كانت الفرقه الكبيره بتاعت المنصوره. فسالت يا جماعه فين ايه يا ابني انت جاي هنا تعمل ايه الصوت بتاع قلت له ما فيش، انا جاي بسال بس عايز امثل، هل ينفع؟ انا عايز امثل. انا ابوس ايديك وعايز امثل. المخرج كان مليان كده شويه، قال لي تعالى تعرف تقول، كانوا المشهد كان مشهد انتخابات، تعرف تقول يا ام عبده يا دلاله او مش عارف ايه لا انا بالتفصيل لو سمحت. هي دي الجمله اللي انا فاكرها، يا ام عبده يا دلاله، يعني المفروض انا ايه بقى انتخابات يعني حاجه كده على ما افتكر. فقلت له اعرف اقولها. قال لي طب قول. انا كنت صغير كده بقى وحرك كده. فقلت له يا ام عبده. قال لي هايل، انت بكره تيجي الساعه 5. ده على طول كده على طول. رحت يومين وبعد كده زهقت من لقيت الموضوع مش اللي انا شايفه، مش اللي انا عايزه، مش هو ده. اختفيت فجأة حوالي سنة كده مثلا ولا حاجة، وبعدين رجعت تاني، عرفت المكان بقى، رجعت تاني على مسرحية اكبر. المهم هنط لكم بقى نطة كده سريعة. وانا عندي 17 سنة خدت جايزة احسن ممثل على مستوى الجمهورية. ده عن ايه؟ على مستوى اصول الثقافة. كنا عاملين عرض اسمه الزفة. ودي كانت سبق في اصول الثقافه ان حد في السن ده ياخد الجايزه دي. ولغايه دلوقتي ما حصلتش، يعني ما حدش في السن ده قبلي ولا بعدي. اول مره او اخر مره؟ كانت اول مره في اصول الثقافه ان حد في السن ده ياخد الجايزه دي. فالدكاتره اللي كانوا بيحكموا قالوا لي محمد لازم تيجي تقدم في المعهد العالي في المسرحيه بقى. فكان حلم بالنسبه لي. فرحت قدمت ورفضوني من اول اختبار. هو دايما الناس اللي بتبقى شاطره هم بيترفضوا دايما من اول مره. بعد ما انا بقى انا قلت لاهلي بقى انا الولد الوحيد بقى وبتاع، فمشكله كبيره ان انا اسيب اهلي في المنصوره كلها واروح بقى استقر في القاهره وبتاع. فقلت لهم خلاص انا بجهز شنطتي وهقعد فين وهعمل فين. وكان معايا صاحبي المخرج اللي كان مدربني عادل بركات، كان معايا وبتاع، ورحنا عشان نشوف النتيجه. فانا بشوف اسمي اول مره لقيته مش موجود، ما صدقتش. انا خلاص داخل انت واخد جايزه كمان، واخد جايزه يعني رايح لهم تقيل. فببص تاني لقيت الاسم مش موجود. لسه فاكر مين الناس اللي كانوا في لجنه التحكيم ساعتها؟ طبعا انا عايزه اعرف. هم لسه موجودين لحد دلوقتي. جلال الشرقاوي، دكتور جلال الشرقاوي، دكتور سعد أردش الله يرحمه، دكتور سناء شافع ربنا يديله الصحه، دكتوره سميره محسن، دكتور سامي عبد الحليم، دكتور رضا غالب. كلهم قمه يعني. كلهم قمه. في ناس كانوا عايزين اخش وانا عارف هم مين، وناس كانوا معترضين. ينفع نذكرهم طيب؟ كان في ناس معترضين. عرفتهم. انا كده عرفتهم مين كانوا معترضين. يعني فبس عادل صاحبي قال لي طب يلا بقى بينا هنمشي بقى نسافر نرجع المنصوره. قلت له لا ارجع انت. خلاص انا هكمل. انا هقعد. طيب بعد كده، بعد ما حسيت ان انا اترفضت من اول مره، قلت لا انا هسيب المجال ده بقى وهشوف مستقبلي، ولا لا صممت ان انا هاجي تاني وهنجح وهخش المجال وهثبت للناس اللي رفضتني دي ان انا فعلا ممثل شاطر؟ هو ده اللي حصل فعلا. يعني عادل لما قال لي يلا بينا نرجع بقى المنصوره وكده، قلت له لا ارجع انت. انا مش هرجع. وفي 2 صحابي من المنصوره كانوا صحابي قوي يعني، فعرفوا المشكله فجولي طب انت فين؟ طب انا عند خالتي، قاعد عند خالتي بتاع مش عارف ايه. فجولي في نفس اليوم، رحنا حضرنا مسرحيه في الهناجر. اول مره بقى انا قلت لهم يا جماعه انا مخنوق جدا وعايز اشوف المسرح بقى هنا عامل ازاي يعني في مصر. فرحت الهناجر، اتفرجت على مسرحيه الفرقه اسمها الشظه والاضطراب، ايام دكتوره هدى وصفي بقى، ايام ما كان الهناجر هناجر يعني. طبعا. كانت مسرحيه من اخراج محمد ابو السعود. انبهرت بالمسرح وبالامكانيات
وبالطاقات اللي موجوده. قلت لا انا مش هسيب المكان ده، انا المكان ده بتاعي. وانا خارج من باب الهناجر لقيت ورقه متعلقه على الباب، ورشه لمخرج الماني يوخن ايرب ومصممه استعراضات عالميه ايفا ماريا وبتاع، واللي عايز يقدم يعني. فانا دخلت كده، طبعا هو دخلت الهناجر في الاول عشان تخش على المكتب جوه بتاع هدى وصفي دي خضه، فانا خلاص انا مفيش في ايدي حاجه تانية، مفيش حل. فاتجرأت ودخلت. قالوا لي ايه؟ قلت لهم انا عايز اسجل اسمي. المهم يعني سجلت اسمي واتصلوا بيا. كان في 500 واحد تقريبا متقدمين، هم كانوا عايزين 25 واحد. ايفا كانت بتختار ناس للرقص مودرن دانس بتعمله، ويوخن ايرب بيختار حاجه للمسرحيه. كنا بنعمل مسرحيه اسمها فورتسك لمؤلف الماني اسمه جورج بوشنر. كان قصتها ايه؟ فكرتها يعني فكرتها هي بتتكلم، هو جورج بوشنر ده اصلا كان دكتور الماني ومات وهو عنده 24 سنه. ومات قبل ما يكمل المسرحيه دي، يعني النهايه بتاعت المسرحيه مفتوحه، لكن هي بتتكلم على فتره الحرب العالميه الثانيه في المانيا. وفويتسك دي كانت شخصيه حلاق جوه الجيش. يعني هو النص فلسفي انساني كده، فلسفي قوي، ومعاناه الحروب والحاجات دي في الحرب العالميه الثانيه. فقدمت ونجحت، وكانت دي بدايتي. نجحت هنا وهنا. نجحت مع ايفا ماريا في الرقص، وفرق معايا بقى جدا لغايه دلوقتي. ومع يوخن ايرب واشتغلت، وبعدها اشتغلت في مسرحيه تاني في الهناجر، وخلاص بقى قعدت بقى واستقريت. يعني كانت الانطلاقه الحقيقيه البدايه يعني المسرح هو كان مسرح الهناجر في القاهره. طيب اول عمل انت حسيت ان الناس عرفوا محمد سعداوي من العمل ده بالنسبه لك كان ايه؟ في المسرح ولا في عموما الناس عرفوا اسم محمد سعداوي؟ اكتر مسرحيه انا حسيت ان في ناس، او اكتر حاجه انا عملتها حسيت ان في ناس بتستناني عشان تسلم عليا او بادئين يعرفوا اسمي شويه او بتاع. كان مسرحيه اسمها منين اجيب ناس، كانت علي الحجار واحمد ماهر وكان اخراج مراد منير ربنا يديله الصحه يا رب. كان هو بيحبني قوي، وكان مديني ومؤمن بموهبتي، وكان مديني مساحه كبيره جوه المسرحيه. فدي الحمد لله كنت بخرج منها. يعني انت عارف الشغلانه دي انت اصلا يعني كل عمل بتعمله بتحس ان انت خلاص بقيت نجم. يعني كل عمل بينجح مثلا والناس يكونوا قاعدين فتحس بتحس ان خلاص الموضوع خلص. بعد كده بتبدا تاني اعمال تانية بتبقى افضل. يعني هي دي اول حاجه كانت بدايه في المسرح. دي اول حاجه فعلا حسيت ان في ناس بدايه معرفه الناس بيها. ان الناس مبسوطه مني، وان انا كوميديان. انا ما كنتش عارف ان انا كوميديان. فالمخرج قال لي، مراد منير قال لي يا سعداوي انت ما تعملش حاجه، لا تغير في صوتك ولا تعمل اي حاجه، انت اصلا شكلك كوميدي. شكلك بطريقتك بتركيبتك كوميدي. فانت لو ما اتكلمتش اصلا الناس هتضحك فانت ما تجتهدش قوي في انك تعمل كوميدي. ما تضحكهمش قوي. طيب في بدايه مشوار كل فنان في ناس بتساعده، وفي ناس حتى بتكون اقرب ناس ليه، اللي هو ممكن يكون حد من قرايبك من اهلك، فده ممكن تحس باحباط شويه. طب احنا يعني هكمل السؤال ده وما تنساش السؤال، بس معانا مداخله بقى، خليك انت مداخله مفاجاه. رد انت بقى. أيوه. طيب المداخله دي. الو يا بابا. يا حبيبي حبيب بابا. معانا هيا محمد سعداوي. يعني حاجه جميله كده بقى نبدا بيها الحلقه. ايوه يا بابا. طبعا دي حبيبتي، دي حياتي كلها. يا هيا ازيك؟ الحمد لله. كويسه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تحبي بابا قد ايه؟ قولي يا هيا فرصه. انا عايزه اعرف بتحبي بابا قد ايه؟ دي فرصه بقى تقولي لي بحبك قد ايه. مسك عشان خلاص. طب بتحبي تتفرجي على شغل بابا بقى؟ اكتر حاجه بتحبي تتفرجي على؟ هي 10 سنين في 6 ابتدائي. طيب يعني هتستوعب اللي احنا بنقوله. طيب قولي لنا يا هيا، هل بتحبي تشوفي بابا بقى على التلفزيون بقى؟ قولي لنا اكتر حاجه بتحبي تشوفوها له ايه؟ اللي هو كان في رمضان شوك توك. بيضحكك بابا. طب هل في البيت بابا برضو بيضحككم كده، ولا ممكن قولي لي بقى، يعني هو مش سامعنا، ممكن بيتعصب كده في البيت يا هيا ولا بيضحككم برضو؟ بيتعصب قالت باين صح؟ بيضحك ولا بيتعصب؟ ايه بالظبط حددي.
هي معانا ولا لا بيضحك. بيضحكني؟ عشان ايه نبقى واضحين. طب حابه تقولي لبابا ايه يا هيا؟ طيب مش عارفة. مش قولي له عارفه. اللي انت عايزاه. انت بتضحكني. انت بتضحك. حبيبتي. طب انت ما قلتليش يا هي بتحبي بابا قد ايه؟ اشمعنى دي بتضحك قوي بتكسب كده؟ ميرسي يا هي انك اتصلتي بينا. واسمعينا بقى. حبيبتي يا هيا، شكرا يا حبيبتي. انا عايز اقول لك على الهوا ان انت اغلى حاجه في حياتي كلها، ربنا يخليها لك يا رب. وانا بتمنى من ربنا ان ربنا يكرمني ويديني الصحه عشانك انت حبيبتي. انت شاء نعمه الله. من ربنا وهديه من ربنا كبيره. فخور بيكي يا هيا. شفتي؟ وهيجيب لك شوكولاته وهو جاي. هيجيب لك حاجات حلوه وهو جاي. كان بيدبسك صح؟ شكرا يا هيا جدا. حبيبتي يا هيا. باي. باي يا حبيبتي. مع السلامه. باي. 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 ايه الكائنات الجميله دي؟ ما شاء الله. حبيبي ربنا يخليها لك يا رب حبيبي. ربنا يخليك. وتفرح بيها كده. في حاجه غير هيا ولا هيا بس؟ لا هيا بس. هيا بس. ربنا يخليها لك يا رب. السؤال بقى، علاقتك بهيا بما ان هي جت، هو اي نعم احنا مالناش في الموضوع، بس لا انا عايزه اعرف علاقتك بهيا. دايما البنوته اللي باباها بالذات حاجه تانية، يعني حتى لو جبت ولد او كده طبعا ربنا يخليه بيكون سند وكل حاجه، بس البنوته كده شقاوتها بالنسبه لبابا بتبقى حاجه تانية، الدلع كله والحنيه وكل حاجه. طبعا. ايه بقى؟ انا عايز اقول لك على حاجه. انا قبل ما اتجوز وكان حلم حياتي ان انا اجيب بنت. وقبل ما اتجوز كمان، حتى قبل ما اعرف مراتي، تخيلت شكل البنت، شفتها كده في تخيلي اللي هتبقى بنتي. فسبحان الله ربنا يديني نفس الشكل اللي انا تخيلته. يا ربنا يخليها لك يا رب. فلا هي نعمه من ربنا. عارفه لما او الاطفال يعني نعمه من ربنا. لما طفل يبقى مديك امانه، انت بقى مسؤول عنها ومسؤول عن نشأها ومسؤول عن الافكار اللي بتخش في دماغها، وتعرف ايه وما تعرفش ايه وتشوف ايه. ده كان بالنسبه لي حمل كبير جدا. لكن هي صاحبتي قوي، صحاب قوي يعني، لدرجه ان اللي حوالينا بقى الناس الكبار مثلا او بتاع يتضايقوا من طريقه معاملتها معايا. يعني هما مش واخدين على كده. شايفين ان مفيش بابا كده، في صحاب مش بابا. صحاب جدا. صحاب جدا. وانا مش حابب ان هي فكره ان يبقى في بابا، يبقى في بابا في حاجات معينه. يعني في حاجات معينه لازم يبقى انا فيها بابا، لكن في العموم هي صاحبتي جدا، نعمه من ربنا يعني، بحبها قوي. وهي كمان هي مشجعاني. هي بتلعب هاند بول، بطله هاند بول، ومسافره المجر قريب. وبتلعب في اكاديميه الرحاب في نادي الرحاب، والحمد لله متفوقه دراسيا جدا، بتطلع من الاوائل. ويعني ما مش عارف امسك عليها حاجه. يا ربنا يحميها يا رب. يا رب دايما في نجاح يا رب. اكرم بقى كان السؤال بقى ما نسيتش، مين اللي ساعد محمد؟ مين اللي ساعدك ومين اللي احبطك؟ خلينا نقول مين اللي ساعدك في بدايه مشوارك الفني وانت بتقول لهم انا عايز ابقى ممثل وعايز اخش المجال وعندي الموهبه. في ناس ساعدتك بشكل عام بقى، قرايبك، حد من صحابك، ايا كان. وكمان قول لي مين اللي كنت متوقع ان هو يقف جنبك واحبطك، قال لك يا عم تمثيل ايه، انت ما عندكش موهبه اصلا. اكيد في ناس كده في حياتنا لازم يحبطك ويكسر من معنوياتك. دول كتير. فقول لي الايجابيات وقول لي السلبيات وبالاسامي. يلا بينا. اسم ثلاثي. بصراحه اول حد وقف جنبي ودعمني كانت امي وابويا. ده على مستوى الاهل، كانوا بيدعموني قوي بصراحه. يعني ما كانوش عاملين لي مشاكل، بالعكس. يعني امي لما كان يبقى عندي عرض مسرح كانت تعمل لي فرخه. مش معنى. طب لازم اكل بحب الفراخ برضه. انا بحب الفراخ قوي. احنا كمان بنحب الاكل جدا بقى. الفرخه اللي هو صينيه بالبطاطس بقى. جميله دي، عارفها. احنا في الشتاء يا جماعه وانا بدات يا نهار ابيض. طب ايه، يلا نروح ناكل. وبعدين كانت امي وابويا ربنا يديهم الصحه، هما الاثنين اللي دعموني قوي في الموضوع ده. على مستوى بقى الاحتراف وعلى مستوى الفن محدش ساعدك خالص. لا خالص. طب في ناس كانت بتشجعك، صحابك بقى اللي هو انت موهوب يا محمد واحنا معاك ولا روح وقدم، ولا لا ما حدش كان بيساعد؟ او مخرج معين او ممثل، حتى ممثله، اي حد. يعني هو في ناس بس مش اللي هم ساعدوا المساعده الحقيقيه المطلوبه. يعني في حد، دكتور حسن عبد الحميد، ما اعرفش حد يعرفه ولا لا.
ده من الناس اللي كانوا محترمين جدا. ده اول حد كنت انا مثلا بشوف في التلفزيون كده ادخل بيته بقى وابقى عارفه ويتبناني انسانيا كده. لكن مساعده ان هو عمل لي شغل او لا، ده ما حصلش. او يبوش ليك ان انت تشتغل او لا كده. ما حصلش. على المستوى الثاني في طبعا استاذ خالد جلال. انا خريج الدفعه الاولى عنده مركز الابداع اللي هي دفعه نضال الشافعي وبيومي فؤاد وسامح حسين ومحمد شاهين. الدفعه دي يعني ممكن يكون هو ده فكره ان هو انا اصلا دخلت، هي كانت باختبارات وكده، فكره ان انا دخلت وبقيت متواجد داخل المكان يعني تعتبر مساعده بشكل ما. في برضو عشان برضو يعني احقاقا للحق يعني انا بقول لك الحاجات اللي هي ايه اللي بفتكرها كل شويه. فتحي عبد الوهاب صديق عزيز جدا ومن اقرب الناس ليا يعني. فتحي اشتغلت معاه فيلم قص ولزق مع هالة خليل وشريف منير وحنان ترك. بعدها جاب لي دور كبير في قلب حبيبه، كان تعتبر مساحه كبيره بقى في قلب حبيبه. وهو كان اخراج خيري بشاره، وكان هو اللي رشحك. ومن الناس اللي دعموني نفسيا ومعنويا الله يرحمه خالد صالح، كان صاحبي جدا برضه. الله يرحمه، فنان كبير طبعا، فنان كبير وجميل ومحترم، انسان عظيم الله يرحمه. من الناس اللي كانت بتدعمني انسانيا يعني. طب مين بقى الأحبط؟ محمد سعداوي. وفي ناس بيبقوا اصحاب قريبين قوي بتكون متوقع ان ده هيشجعني ويدعمني حتى بالكلام ويقف جنبي وكل حاجه، بتلاقيه بيحبطك. يا عم تمثيل انت ما عندكش موهبه اصلا. هقول لك على حاجه، مين بقى؟ انا عندي مشكله طول الوقت مع اصحابي بجد، ما اعرفش بقى هل بقى ما ينفعش اقول على نفسي طيب او بتاع او بحب الخير للناس، يعني ما ينفعش حد يقول كده، بس انا عندي مشكله معاهم فعلا بجد والله. اولا ما فيش صحاب، ما فيش حاجه اسمها صحاب دلوقتي، خلينا نعترف بقى يعني. لا لسه في والله، ما اعرفش يعني، بحس ان هو ايه. انت واضح ان انت متضايق. احنا جينا على الجرح. قول لي مين اللي احبطك وكسر من معنوياتك؟ كان صاحبك قوي انتيمك فعمل فيك موقف وحش؟ احكي لي وفضفض بقى كده. جاي لي في وقت اللي هو الصحاب كلها ضايعه. ايه اللي حصل؟ لا انت عارف فكره ان انت تبقى انت بتحب الخير للناس وبتدعمهم حتى لو هو في مجالك، حتى لو هو كذا، وبتقول له برافو وباين عليك قوي ان انت فعلا مبسوط له وفرحان له وكذا. على المستوى التاني بقى على النقيض بتلاقي معامله تانية ونوع من انواع الاحباط واصعب حاجه في حد قريب مني قوي بس مش هقدر ابين ملامح قوي يعني. انتوا صحاب دلوقتي؟ ايه صحاب يعني مش خلاص نقول بقى طالما يعني. يعني هو طول الوقت كان هو او هي يعني بيشككوا في موهبتي. يبقى هي يعني هو في كذا حد ماشي. بيشككوا فكره ان انت حد يبقى بيشكك في موهبتك دي، او ان انت طب اشتغل شغلانه تانية، او ان انت ده مش انت مفيش موهبه اصلا، انت ما بتضحكنيش، انت بالزبط. مش ممثل. بالظبط حتى لو الناس اللي حواليه بيقولوا له لا ده موهوب او حاجه، يقول لك لا هو يعني بيحاول يحبطك وخلاص. لدرجه ان انت بقى ايه، ابدا اطلع بقى الصحف والجرايد القديمه بتاعت زمان اللي كانت بتكتب عني بقى، ياما كنت متوهج في المسرح. نقاد كبار جدا في مصر كاتبين كلام هايل وبتقعد ابص عليه عشان اتاكد طب انا ممكن يبقى شككك في نفسك، انا فعلا كويس ولا لا، شككك في نفسك جدا. فده طبعا ده اكبر احباط. بس دلوقتي ما عادش موجود عندي الحكايه دي، خلاص بقيت متيقن شويه من نقطه معينه كده، عارف ان هي مش ممكن تكون الظروف مش متظبطه نظرا لظروف الدنيا كلها، مش متظبطه فكره الرجل الغير مناسب في المكان اللي مش عارف اعمل ازاي. فلكن انا قافش حته ان انت عندك حلم وعندك هدف وعندك موهبه لازم توصل، اللي هو خلاص وصلت ان انا واثق من نفسي حتى لو ما كل الدنيا قالت لي لا. قصدي حاجه ربنا مديها لك، دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو المبدع اديها لك عندك عشان تسعدي بيها ناس بمزيكا، بلوحه، بمشهد، تضحكهم، تحرك مشاعرهم، تعيطهم، مش عارف ايه، تقدم لهم مسج من خلال حاجه انت عايز تقولها فتنفعهم بيها، تفيدهم بيها. فباعتبارها دي بقى هي دي قضيتي، ان في رساله بوديها للناس، يا اما يضحكوا، يا اما ابعت لهم مسج معينه، يا اما اخرجهم من المود العام اللي هم فيه. صح. بس يعني عايز اقول لك يعني الناس كتير بتتعرض لنفس الموقف اللي انت بتتعرض له، واهم حاجه يكون الواحد واثق في موهبته، واثق في نفسه،
في ناس كتير ما بيتكسفش. ناس كتير لا، انا لا، شخصيا مش ممكن اكون اتعرضت للموقف ده. يعني انا كان ليا اصحاب واصحاب قريبين قالوا لي انت صوتك وحش يا اكرم ما تنفعش مذيع. فقالت لي كده والله العظيم، اتقال لي كده انت مش هو ده صوتك اللي انا سامعه؟ هو والله. فاتقال لي انت صوتك مزعج ما ينفعش مذيع خالص، وطريقتك ما بتعرفش تتكلم وحاجه كده. بس في حد يقول كده والله يعني اتقال لي كده كتير جدا. فلو انا سمعت كلامهم ما كنتش كملت. طبعا بالعكس انا انا ما بتعرضش الانتقادات دي حقيقه. عادي بسيبهم يتكلموا، برد بشغلي بقى. فانت اكيد برضو ترد بشغلك وترد بنجاحك، ترد بالصحف اللي بتكتب عن محمد سعداوي وهو ناجح وهو بياخد جوائز. فان شاء الله يعني هتوصل لحلمك باذن ان شاء الله. الله بإذن الله. طيب احنا لسه هنكمل كلامنا يا بسنت مع الفنان محمد سعداوي، ولكن رقمنا هو 01960 393 والبيج راديو البوابه بالعربي. إذا ذكر حمائي ذكر أكرم المصري. هنروح نسمع حمائي نويها ونرجع نكمل معاكم تاني في بوابة النجوم. تقدروا تسمعونا في كل مكان. نزل ابلكيشن راديو البوابة من بلاي ستور وعيش مع راديو البوابة. راديو البوابة يسمعك قبل ما تسمعه.
اتمنى لراديو البوابه نيوز انه ياخد نفس الخطى ويبقى قوي زي ما عهدنا ليهم، وتوفيقي ليكم جدا والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يوفقكم جميعا وينجحكم جميعا. شريف منير. انتوا لسه بتسمعوا بوابة النجوم على راديو البوابة. ولسه معاكم بسنت خالد واكرم المصري، وضيفنا اللي منورنا الفنان محمد سعداوي. بفكركم تاني برقم تليفوننا هو 01960 393 والبيج راديو البوابه بالعربي. اتفضل يا اكرم. شكرا يا بسنت. الله يجبر بخاطرك. الله يخليك. طيب نتكلم بقى على توك شو اللي هو دلوقتي بقى شوك توك، وبيتذاع على MBC مصر. المفروض في موسمين، اتذاع الموسم الاول، لسه الموسم الجديد يعني ما نعرفش هيتذاع امتى. يا رب نعرف هيتذاع. ومش عارفين نسال مين، مش لاقيين حد. اصحاب العمل نفسه مش عارفين. احنا اللي هنعرف. طيب انضمامك لبرنامج توك شو في البدايه بقى اللي كان على موجة كوميدي جه ازاي؟ جه عن طريق ياسر الطوبجي وايمان سيد احمد. صحابي كانوا معايا في الدفعه الاولى لمركز الابداع، وبعدين قلت لهم يا جماعه انا شفت شغلكم وعندي افكار كتابه ورق، يعني مش داخل امثل، اللي هو مش عايز امثل، ما انا ممكن اكتب لكم حاجات سكتشات وحاجات كده. بالظبط. وفعلا عملت كده ورحت قابلت سيف ممتاز المخرج، هو صاحبي جدا دلوقتي، حبيبي يعني جدا. وكتبت حلقتين عن ابراهيم عيسى اللي عملهم ياسر في الاول خالص، فاكرهم؟ طبعا. كانت فكرتي اصلا ابراهيم عيسى، ففي الاول المخرج قال لي ابراهيم عيسى يعني ما بيضحكش يعني. بالعكس ده ياسر الطوبجي عمل وضحك جدا. أيوة انا عايز اقول لك ما كنتش ببطل وعرف يجيبه صح جدا. فلما قلت لياسر عجبته المخرج، كان شويه معترض في الاول وبتاع، لغايه ما شاف بقى ان الايه، قال طب خلاص هنعمل حلقه كده نشوف. فعملنا حلقه، ياسر قال لي سعداوي ما تيجي تخش معايا في الحلقه. فده قلت له اخش ايه يعني، مفيش حاجه، انا مش كاتب حاجه موجوده ان حد يخش. يبقى قال لي يا عم هنخش احنا مع بعض وبتاع. هي اصلا احنا في موجة كانت الكاميرا بتدور واحنا بنرتجل، واحنا اصحاب بقى ومتعودين على الارتجال مع بعض من سنين. فبنشتغل بقى يعني انا وياسر ما فيش سكريبت، انا وايمان ما فيش سكريبت. في عظم كده بس للحلقه، وعارفين احنا عايزين نروح فين ونيجي منين، واللي في النص ده كله احنا اللي بنقوله، والضحك بيطلع من ده، بيطلع من يعني تلقائي. فدخلت مع ياسر الحلقه الاولانيه دي، قلت لهم طب هاتوا لي طبله بقى، انا يعني بطبل كويس وبتاع، يعني عايز اعمل اي حاجه يعني، هاتوا لي طبله ومش عارف ايه. هاتوا لي طبله. جابوا لي طبله فعلا، وقشطه تمام يعني حاجه كوميدي وطبله وبتاع. فالمخرج هيفرح بقى يعني، هتعلي له الحلقه، والحمد لله كانت حلقه كويسه جدا. تمام. بعد كده يعني كان عن طريق ياسر الطوبجي، وكانت البدايه بس قال لك تعالى بالصدفه يعني، قال لك تعالى خش معايا طيب نعمل حاجه. بعد كده خلاص انضميت لفريق المخرج بقى. عجبه هو المخرج ما كانش يعرف ان انا يعني عندي امكانيات تمثيليه او كده يعني، فعجبه جدا الموضوع. قال لي طب ما نعمل خالد الغندور، احنا عندنا حلقه في نفس اليوم. ايوه خالد الغندور، احكي لنا. في نفس اليوم قال لي طب احنا، ياسر قال لي احنا انت شايف احنا بنقلد، وايمان بتقلد، بتعمل هالة سرحان، وانا بعمل مصطفى عبده، وبعمل مش عارف ايه، وبعمل ابراهيم عيسى، سعداوي يخش وقلد وسهله يا عم. ومش قلت له تقليد ايه؟ انا عمري ما قلدت يعني، ما بعرفش اقلد. كان اول مره في حياتي ما بعرفش اقلد. وبعدين انت موهوب بتمثل، لكن ان انت تقلد حد دي ما جربتهاش قبل كده. ما جربتهاش. وانا اصلا عندي مشكله مع معظم الممثلين الموجودين دلوقتي، ان انت بتلاقي عنده حته، هو ده اكتشفت ان هو بعد كده عادي ان هو بيقلد ممثلين اصلا. يعني بياخد من ده حته ومن ده حته ومن ده حته ويعمل التركيبه دي. فانا ده مش مبدئي، انا مبدئي ان هو محمد سعداوي ليه بصمته، او اكرم ليه بصمته، بس انت كل واحد ليه بصمته. مش لازم الشخصيه بتاعته اللي الناس معروفه بيه. بالظبط. فقال لي خالد الغندور، قلت له طب هتتفرج على فيديوهات ليه ومش عارف ايه وكذا. اتفرجت على خالد الغندور، كانت البدايه بقى من خالد الغندور، وكانت الحلقه الحمد لله سمعت مع الناس يعني. تمام.
طيب. بسنت بقى اتفضلي عايز بسنت. تسأل تقليدك لبعض الاشخاص يعني في حته السياسه والناس اللي تابعين لاحزاب سياسيه او كده، ده ما سببش لمحمد سعداوي مشاكل؟ سبب مشاكل. ايوه ايه بقى؟ بحب انا المشاكل جدا بقى. سبب مشاكل بصراحه. انا كنت داخل ومش متوقع ان ده ممكن يعني يعمل مشكله او حاجه. كانت اول مشكله ظهرت بعد الثوره على طول، بعد ثوره 25 يناير. كان في مجموعه من بقى اللي هم كلهم دخلوا السجن بقى، كانوا دلوقتي كلهم بره، بس اللي كانوا دخلوا السجن ساعتها دلوقتي كلهم طب انا مش عارف انت تقصد مين، يعني في ناس كتير في السجن وطلعت ورجعت تاني، فقول لي بس وضح. ممكن نبقى احنا ايوه فقول لي انهي ناس اللي طلعوا خلاص ودخلوا. ماشي، ولا كأن بصوا يا جماعه الموضوع ده بلاش نتكلم بعد ثورة يناير يبقى ثورة يناير ماشي. عرفت اللي هم بتوع الشله بتوع مجلس الشعب واللي هو الحشه اللي كانت موجوده دي تمام. كلها اللي اتاخدت في الفتره دي، فاحنا كنا شغالين عليهم. فانا سيف قال لي سعداوي انت عايز تعمل مين؟ فقلت له انا عايز اعمل احمد عز. احمد عز بتاع الحديد مش ايوه طبعا اكيد. وعايز اعمل صفوت الشريف. وعايز اعمل واحد بقى كان يعني بالنسبه لي ده اللي قعدت ذاكرته جامد جدا بقى. اسمه ايه علي، كان اسمه ايه علي؟ مين علي؟ مين علي؟ اللي كان في المحور هو اسمه سيد علي. سيد علي. أيوه. اعلامي. لا ده موضوع تاني خالص اصلا. اعلامي سيد علي. كان سيد علي بقى. سيد علي ده عملت يعني عملت الشغل بتاعه، كنت لابس كرافته طويله قوي طويله طويله دي. وقلت لسيف طب نخلينا اخر يوم في التصوير خالص، في تصوير البرنامج، عشان هحلق الحته اللي في النص دي عشان تبقى زيه بالظبط. ابقى زيه بالظبط. وفعلا طلع الموضوع شكله بالظبط. كان هو عنده حلقه كده كان عملها ايام الثوره، وانا كنت بقى متحمس قوي مع الثوره مع شيماء. شفت انا فاكر ازاي لما جابوا واحده يعني تحكي لهم بقى الجاسوسه وطلع مفيش اي حاجه بالكلام ده بالظبط جايبينها. ايوه كانت حلقه فظيعه وكل الناس اتكلمت عنها وفي الاخر طلعت الحمد لله. طب مين بقى اللي عمل لك مشاكل؟ في حد هددك بقى وانت ازاي تقلدني وازاي؟ في تهديدات بدات تجيلي على الاكونت على الفيسبوك. الموضوع كبر كده. تهديدات رهيبه يعني، وبدات تخش بقى في يهددوني ببنتي. يا نهار ابيض. ده موضوع كبير. وبعدين سرقوا الاكونت بتاعي وبتاعه وعملوا اكونت تاني يا ربي، وبداوا ينزلوا صورتي مع بنتي على ان هو، وبداوا يقولوا حاجات على لساني ويبعت لي رسائل جوه. يعني فعلا في الفتره دي كنت يعني ايه فاهم مضطرب جدا، لان حد بيطردك اللي هو في يا جماعه احنا بنهزر يعني بالزبط. اللي هو انا مش قصدي الموضوع يكبر للدرجه دي بالظبط. انت هتبقى السبب في ان ابويا يموت وان مش عارف ايه دي في الرسائل، وانا هوريك بقى في اهلك مش عارف ايه حاجات دي الفتره اللي اتوترت فيها. سيد علي بقى عايز ارجع له تاني. كان حصل موقف. هيا بنتي كان عندها تبع المدرسه بتاعتها كورال مع شريف، ساعه مع شريف، برنامج ساعه مع شريف. شريف مدكور. فهم اختاروا هيا بعيدا عني خالص، يعني مش انا اللي موديها ولا اي حاجه، هي المدرسه خدتها. فشريف اول ما شافني قال لي تعالى، والحلقه كانت لسه مسمعه بقى. قال لي تعرف مين هنا جوه دلوقتي؟ قلت له قال لي سيد علي جوه دلوقتي. ده بس خلاص شكرا كده. شافك. رحت له دخلت له قلت له طب انا عايز اروح له بقى. فضغطت عليه لقيته متضايق جدا جدا. تخيل بقى هو متضايق من ايه؟ مش من الكونسبت بتاع الموضوع ان هو بيتكلم في حاجه واحنا بنتكلم في حاجه والمجتمع بيتكلم في حاجه تانية خالص، او ان كان في تضليل في الفتره دي بقى الفلول اوعى تقولي من الكرافات. بتهزر والله العظيم. انا داخل عايز اقول له ان انا يعني سوري وبتاع، يعني احنا بنهزر وكده وبنضحك الناس، والوقت ده الناس كانت متضايقه فبنهزر يعني، وانت كنت شخصيه قريبه سهله ان انا اقلدها فعملت كده. قال لي لا انا مش زعلان من حاجه، لكن مين اللي اختار الكرافته الطويله دي؟ انا بلبس دي. انت شايف قدامك كرافته. بس بصراحه لفيت بعد يعني قلت له طب اوكي تمام طالما مش من خلاص انا هقص الكرافته اوكي. في اي شخصيات سياسيه ممكن تكون سببت لك مشاكل؟ لا. بعد شفناك كمان قلت ناس تبع احزاب بقى كمان، يعني شفنا محمود شعبان وحاجات كده، فمفيش حد تعرضت للهجوم وحاجات كده؟ محمود شعبان كان في مشاكل، اتشتمت كتير
طب ليه؟ لما الحلقه نزلت نزلوا منها مقطع كده على البيج بتاع MBC مصر. يعني فوق مثلا ما بقتش قادر ابص من كتر الشتايم اللي مبعوثه. طب حلقه محمود شعبان ليه شتايم؟ ليه ده السؤال يا جماعه. هم في ناس بقى اللي هم مثلا متشددين شويه شايفين ان ده انت ما ينفعش كده انت بتهينه او ان ده الدقن ورمز ديني وبتاع. انا عايز اقول لك الحلقه دي تحديدا انا كنت حساس فيها للغايه، وقبل ما نعملها بما فيش 3-4 ايام انا ما اديتش لسيف ممتاز اوكي ان انا هعمل الشخصيه دي. كنت متردد فيها شويه عشان برضه فكره الدين والناس تفهمك غلط. كنت عايز اظبطها، يعني قلت له اديني مساحه لان انا اللي بكتب كل شغلي. فقلت له اديني مساحه اظبط، اشوف لها دخله، اشوف احنا ممكن نطلع الراجل ده عامل ازاي. خدت راي هي بنتي قالت لي لا ما تعملوش يا بابا، هي صغيره بس هي في وجهه نظرها ان الدقن، قالت لي بلاش عشان الناس ما تزعلش منك وبتاع. لغايه ما لقيت له الحل اللطيف، فكره ان هو اصلا يعني عنده شويه يعني هربانه منه سنه كده. كويس. والناس اللي بتفهم هو ده مش رمز الدين صح الحقيقي. الدين سماحه وبساطه والدين مش دقن، يعني مش دقن وجلابيه يبقى ده الدين يعني. يعني ربنا لما جه يوصف الرسول عليه الصلاه والسلام قال وانك لعلى خلق عظيم، فوصفوا بالاخلاق، ما وصفش بقى لا بلحيه ولا بدقن ولا اي حاجه. كان عندي مشكله بقى مع محمود شعبان ان هو ازاي انت رجل دين، انت اللي بتشوه نفسك مش انا اللي هشوهك، وترفع الشبشب في حلقه وتشتم وهتقولي راجل ومش ازاي فين الدين من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ صح. بس فهو ده اللي جرأني ان انا اخش اعمل. طب انت شايف اصلا فكره التقليد بتزعل الناس من بعضها؟ يعني مثلا ميس حمدان انا بعشق تقليدها وبتقلد ناس كتير، بتقلد هيفا، بتقلد نانسي، بتقلد اليسا، بتقلد ناس كتير، اصاله يعني كمم، وبتقلد اصاله كمه يعني فهي بتقلد ناس، وما بتهيألي الموضوع بيتاخد بابسط من كده يعني، ولا ده ما بين الفنانين؟ يعني ما بين الفنانين بيبقى بسيط او عشان ما يبينوش ان ما بين الفنانين بسيط. بالعكس يعني انا لو حد قلدني هبقى مبسوط ان انا في حاجه لفت نظر الناس بالظبط، وابقى حابب ان اشوف نفسي من وجهه نظر حد تاني، يعني اتفرج على نفسي من وجهه نظر حد تاني. لكن هي ما بتخش في السياسه والدين، ما مش بيقبلوا الهزار، ما بيهزروش قافلين وشهم ليه كده. طيب مين اكتر شخصيه بقى حاسس انك بتعرف اصلا تقلدها كويس؟ يعني هي دي اللي انت واثق من انا بقلدها كاني هي دي الشخصيه اللي قدامي. القرموطي، جابر القرموطي. يعني انا شفتك في الشخصيه دي مش ممكن. طب ايه، مش هتقلد لنا حته؟ طيب أيوه. هو جابر طبعه الصوت جابر القرموطي كان اول ما سيف قال لي يا سعداوي هنعمل حاجه جديده وعايزين بقى تفكر هتعمل لنا مين عشان يبداوا يجهزوا اللبس بتاعه والاكسسوارات ويحطوا هو في البرنامج بتاعه ان احنا عندنا البرنامج بتاع منشط او هنلعب جابر القرموطي. كنت لسه مش قافشه بس هو مستفزني. هو انت فيك حاجه بس انا مش عارفه هو بيعمل حاجات اصلا يعني. هو مستفزني اللي هو بيعمله لان انا عايز اقول لك يعني خريج اعلام فدارس يعني ايه مساحه اعلانيه الناس اديتها لك عشان تقدم مسج في لمجتمع في امس الحاجه ان توصل له رساله حقيقيه دلوقتي ومضمون حقيقي تساعد في توعيته وفي تنميته وفي فكره وكذا، مش في تضليله، مش في اللي انت بتعمله. ده بقى انت بتعمل حاجات تانية خالص ملهاش علاقه بالاعلام. يعني انت تيجي معانا موجه كوميدي بقى ممكن نعمل الكلام. يعني الناس فعلا بيشيروا الحلقات بتاعته على اساس ان هي حاجات كوميديه. طب فين الرساله الاعلاميه وانت في قناه اعلاميه، يعني قناه اخباريه اساسا؟ فين اللي انت درسته؟ فين ميثاق الشرف الصحفي وفين الكلام ده؟ مفيش طبعا الكلام ده خالص. فكان هم لبس غريب كان هو مستفز بقى بالنسبه لي جدا. فقلت لسيف انا عايز اعمل جبل القرموطي وانا مش قافشه يعني مش عارف هي الفكره جت بس لسه يعني هي الفكره جت تنفيذ لسه. بس قلت اوكي. انا ما بقولش اوكي الا اذا كنت انا متمكن من اللي انا هعمله. جربته مع نفسي مره في البيت فبقول خلاص انا هعمله. ده ما فيش خالص، مش لاقي له حاجه وشغالين وبادئ اكتب الحلقات وبادئ اشتغل وانا لسه ما قفشتش الحكايه. فبدات اقعد على الفيديوهات بتاعته. اولا عرفت هو من منطقه ما بين الشرقيه والدقهليه.
البلد اللي بين الشرقيه والدقهليه بيقولوا يقول لك ايه، يعني لما يقول لك انا هعمل كذا، انا هعمل شاي، او احنا بنعمل شاي، يقول لك احنا بنعمل. دي بيقولها على طول. ايوه صح. طب ايه قال لنا حته بقى؟ ايوه يلا بطريقه صوته بقى والاداء، لان انا شفت لك كذا حلقه وانت مساحتك ويلا بتقلد جابر القرموطي. زنقتوني في حته صعبه شويه. انت قلدته ما شاء الله يعني. فهو كان ايه، كان يقول لك احنا نعمل كل حاجه عشان مصر وام مصر والمجتمع. هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه يا فخري؟ مين هو دايما يحب يتكلم بيتكلم في الايربيس. مين يا فخري يا راجل؟ يا سيدي اللي بنعمل لهم مشاكل جايين يعملوا لنا مشاكل هم كمان. هو طبقة الصوت فظيعة، وبيطلع يزعق على طول، وبيطلع يلبس لنا بطانية ولبس كاراتيه وحاجات. احنا كنا معتمدين على ده. عملنا حاجة لطيفة بقى دي في كانت في الرسالة اللي كنت عايز اقدمها بقى في الحلقات دي. بنضحك، بس عايز اقول له انت المفروض المادة الإعلامية اللي تقدمها هي دي من خلاله هو. صح. يعني المشكلة بتاعت اسكندرية لما كانت المجاري طفحة ومش عارف ايه، وفي مشاكل داخله المجاري داخله على ميه البحر. فاكر مشكله اسكندريه اللي كانت موجوده دي؟ لما كان الناس بيشيلوا الناس يعدوهم على الرصيف تاني بجنيه. ايوه عارف. بالظبط. جبنا احنا بقى كتافات، لبست كتافات وعوامه في النص كده وبتاع، وبيتكلم بقى محافظ اسكندريه، وبيكلم الحكومه. هو في حكومه؟ فين الحكومه؟ انا قصدي بدا يقول وجهه نظر حقيقيه في ان هي دي اسكندريه مدينه المدينه الجميله اللي مش عارف ايه. فبدات يعني فكره ان انت تقول له حاجه، انت المفروض تبقى كده، المفروض تبقى بتتكلم في ان الحاجات دي المفروض ما تحصلش، وتكلم الحكومه وتكلم المحافظ وتكلم الكلام، مش تقعد تعمل اللي انت كنت بتعمله ده. ربنا يسهل وما يكونش سمعنا بقى. يعني لا خلاص بقى هو اكيد بيحب ده. يعني باللي هو بيعمله ده. كمان على فكره احنا اتفقنا ان مش كل الناس اللي لازم عشان بنقلدهم احنا ممكن نكون بنحبهم زياده. مش لازم بغض النظر عن الشخص صح. ده صح. او لا مش لازم عشان بقلد حد يبقى انا كارهه او انا قصدي ان انا اسخف عليه. لا ممكن اكون بحبه جدا، فمن كتر حبي فيه انا بحب اقلده. وطالما قلدته يبقى في حاجه مميزه. لو هو مش مميز او لو هو عادي مش هيبقى ملفت بالنسبه لك. طيب يعني ما تزعلش، احنا بص زمايل كلنا بنحبك برضه. مش اكيد. ولسه هنقلد بقى ناس تانيين او هنشوف هنقول ايه. طيب احنا لسه هنكمل كلامنا مع الفنان محمد سعداوي، ولسه هنساله اسئله كتير كمان عن الجديد بقى والمسرح اكيد. وهل المسرح اصعب ولا شوك توك بقى والدراما والحاجات دي كلها؟ بس بفكركم برقمنا تقدروا تكلمونا عليه 01960 393، وكمان صفحتنا اللي تقدروا تكتبوا فيها كل اسئلتكم، راديو البوابة نيوز بالعربي. رامي صبري حبيبي الاولاني.
عالم الثقافة كتير من الكتب والحكايات، وكتاب كتير سافروا بلاد. لو بتحب القراية وعايز تجمع معلومات يبقى لازم تسمع برنامج ثقافة أونلاين كل يوم سبت الساعة 12 الظهر مع إيمان مختار على راديو البوابة. راديو البوابة بيفكر فيك، مهتم بكل اللي يفيدك واللي يسليك. راديو البوابة كل المجالات، وفريق من أجمد مذيعين وأجمد مذيعات. إعلام بيقدم معلوم بطريقة بسيطة ومفهوم، على إيد متخصص متأسس، دكتور ومحامي ومهندس. هتزود وزنك هتخسس، وطريقة عمل الملوخية والتقلية فراخ مشوية. راديو البوابة هتعيش وياه الدوري المصري بالشكل اللي بتتمناه. راديو البوابة اجتماعيات والكل الأسرة المصرية والمجتمعات. راديو من سنك من جيلك، بيقرب منك ويجيلك، بيحس بمودك طول يومك، طول ما انت معاه يرمي همومك، ومزاجك هيظبطهولك بأغاني وسهرات فنية. ايه رأيكوا بقى في الأغنية؟ راديو البوابة يسمعك قبل ما تسمعه. معاناة البنات كل يوم. مش عارفة ألبس إيه بكرة وأنا رايحة الجامعة. طيب أحط مونيكير ولا أعمل فرنش؟ فاشونيستا. أرسم حواجبي ولا أحط كحل؟ لا الكحل مش بيليق عليا. إيه ده؟ أنا كمان عندي فرح آخر الأسبوع. فاشونيستا. بفكر ألبس فستان طويل بس القصير شكله بيبقى أحلى عليا. طيب بالنسبة للميك اب أحط فاونديشن ولا باودر؟ طيب ما أحط الاتنين مع بعض. فاشونيستا. وكمان هرسم عيني بالايلاين. لا هحط ماسكارا. يا بقى أنا زهقت من الحيرة اللي أنا فيها دي، ما بقيتش عارفة أعمل إيه. اسمعوا فاشونيستا وهي هتقول لكم تعملوا إيه. فاشونيستا مع بسنت خالد كل يوم خميس الساعة 6 مساء. فاشونيستا على راديو البوابة. على راديو البوابة. فاشونيستا. اسمعوا برنامج آدم مع أكرم المصري على راديو البوابة. الإعلامي علاء بسيوني. انتوا لسه بتسمعوا بوابة النجوم على راديو البوابة. ورجعنا لكم تاني بسنت خالد واكرم المصري وضيفنا
طب اكمل يا اكرم استنى اتفضل. بعد كده نقعد نهزر. شفت قالت اسم ازاي؟ قولي اسم كده تاني. ده طب في حد بيقولها لك زيي؟ لا حلوه جدا. اكرم يعني بص. اكرم المصري. والاثنين أيوة. لا لو سمحت اكرم المصري. قالت اسمها بصوت واطي. لا انا ما كنتش اقصد كده على فكره. قالت ده اسمها اللي جميل. هو بسنت خالد واكرم المصري. ايوه الرجاله قوامون على النساء يا جماعه. ومحمد الكاش. محمد انا خلاص يا اكرم لا، مش عارفه نرجع عادي. طب خلاص اكمل. اوكي ماشي. وبرنامج بوابة النجوم عارف انت، ومعانا طبعا ضيفنا اللي منورنا الفنان محمد سعداوي. ويا جماعه كاشف اللي احنا مطلعين عينيه عادي خالص معانا يعني برضو منورنا والله. كاشف الجندي المجهول. مهندس الصوت والمخرج والمونتاج وكل حاجه في راديو. طيب كنا بنتكلم عن الشخصيات اللي قلدها. انا ما قلت لهمش رقم التليفون يا محمد سعداوي. اقول لهم رقم ولا التليفون كاني يا سامعها بالك. فقلدت لنا جابر القرموطي. ففي حد كمان. احنا قاعدين مع بعض. وفي حد معانا تقريبا. لا انا وانت لوحدنا. انا مشيت او كده فانا ماشيه يا جماعه. فقلت رقم تليفوننا 01960 393 والبيج راديو البوابه بالعربي يا جماعه. معلش هقولها يا اكرم والله عايزه اقولها. قلدت جابر القرموطي. ففي شخصيه انا سامع صوت كده في صوت. لا بتتكلموا جامع على فكره. اللي محلي القعده البنات طبعا يا جماعه. طبعا ده اساسي. تتكلموا في ايه؟ ايوه ماله بقى جابر القرموطي؟ خلاص ولا نتكلم. انا مستني تخلصي اول خالص. ولا غير؟ غير جابر القرموطي بقى انت بتعرف تقليد شخصيه كمان حبيتها يعني كان ايه؟ الشخصيه اللي كنت برضو بحبها وانا بقلدها كان زين عابدين بن علي، الرئيس التونسي. الرئيس التونسي اللي هرب يعني. بالظبط. انت بتنقي شخصيات على فكره تعمل لك مشاكل. تكملوا الحلقه لوحدكم. لا بالعكس والله العظيم بالعكس يا بسنت انت منورانا. عشان انا بدات اقلق من السياسه اللي انتوا بتتكلموا فيها. اشمعنى الشخصيه دي بقى؟ زين عابدين بن علي هو بقى كانت بدايه الثورات بقى والربيع العربي وبتاع. فكان كان بالنسبه لنا حاجه غريبه جدا. يعني ايه ثوره قامت ويعني ايه الرئيس معقوله رئيس البلد سابها وهرب وكذا. فهو طلع عمل اللقاء الشهير اللي كان طلعوا قالوا بقى بيكلم فيه الشعب التونسي. فانا لما عملته ازاي كانت معايا ريمي التونسي كنت لسه بتكلم عليها انا وانت اكرم دلوقتي. ريمي التونسي اصلا تونسيه وكانت على علاقه ملكة جمال العرب. ملكة جمال العرب كان ليا لقاء بيها من سنين بالظبط. وكانت على علاقه بمراد زين العابدين بن علي. كانت صديقتها شويه. فعارفه تفاصيل عارفه تفاصيل كتير عن حياته. فالمهم يعني الحلقه دي تحديدا كانت من الحلقات اللي انا كنت بحبها. كان هو بيقول ايه بقى زين العابدين بن علي؟ ايوه. وانا فهمتكم وفهمت الجميع، البطال والمحتاج والمونتاج والانتاج وما فهمت الانتاج. انا فهمتكم والله العظيم فهمتكم. طب اللهجة كانت عملت لك مشكلة ولا عادي؟ اتمرنت عليها شويه. لازم اتمرنت عليها. يعني هي ريم كانت ساعدتنا جدا طبعا في الحكايه دي. يعني هو ما كانش يقول انا فهمتكم، مش ما فيهاش انا فهمتكم من غير بتتشال اصلا. بتتشال. انا فهمتكم وفهمت الجميع، المحتاج والمونتاج والدوبلاج وما فهمت الانتاج. ولما كانت بتقول لك مش عارف انت كنت بتتكلم رؤساء بقى في التليفون. انا عايز انزل عندك ساركوزي خوك بن علي المزنوق فوق. بن علي مزنوق عايز انزل فيقفل السكه في وشك. قفل السكه. دي طبعا من الحاجات اللي انا اكيد شفتها. يعني انا متابع محمد سعداوي اكيد من موجة كوميدي من بدايه الكوميدي. ايوه شرف لي والله. موهبه كبيره جدا. لا بجد جميل ومضحك. احنا قلنا الضحك اصلا بيكون صعب. الكوميديا ان حد يخلي الناس تضحك دي صعبه. فهو ما دام ضحكنا يبقى هو ممثل كويس. بس فعلا. لكن عارف ممكن تخلي الجمهور يعيط ماشي
يعني يتفاعل معاك على اي حاجه، وخصوصا الجمهور المصري عشان احنا معروفين بجبروتنا ونكدنا. يعني ممكن احكي لك مثلا موقف مؤثر وعينيا تلمع ومش عارف ايه، فلاقيكي اتاثرت معاه وعندك استعداد للعياط. ايوه. لكن الضحك ده طاقه، هو طاقه. الشعب المصري احسن حد يقول المقوله بتاعت ايه ده احنا بنضحك اللهم اجعله خير. بالظبط، لما اجعله يموتوا في النكد يفرحوا. بس انا بحب الشعب المصري قوي. ما طبعا احنا كلنا بنحب، ما احنا في منه، بس بكل تفاصيله، بس النكد يعني شويه مش ناقصه. طيب تقليدك للشخصيات دي، هل بتقعد بقى ايه تدرس الشخصيه كده وتتفرج عليها وانت قاعد فلازم تحدد لازمه معينه بيقولها او حاجه مميزه في الشخصيه عشان تعرف تجيبها بالظبط، عشان الناس لما يشوفوك وانت بتقلد فتعرف ده بيقلد فلان عشان عنده اللازمه دي. فقول لنا برضو ايه لما سعداوي كده بيقعد انا هقلد جابر القرموطي، محمود شعبان، سمير غانم، اي حد انت بتقلده، فبتقعد ازاي بقى تدرس الشخصيه دي؟ هو في التقليد، لو انا مثلا هقلد اكرم مثلا المصري، بقعد ادور على الحاجه الاوفر اللي عنده وانا اكبرها افورها اكتر، تزودها عشان تضحك. بالظبط، اشتغل عليها عشان تضحك. في شخصيات بقى بتبقى حساسه قوي زي مثلا محمود شعبان او كذا، بقعد ادور في الفيديوهات، بتفرج على فيديوهات كتير جدا، كل فيديوهاته اقعد ادور هو حركه ايده بيحطها ازاي، بيلبس الساعه ازاي، بيبقى عامل ازاي، وبفضل طول اليوم اللي انا هصور فيه الشخصيه دي من اول يوم، من اول ما بصحى وانا عايش الكاركتر بتاعه. يعني الشيخ محمود شعبان كنت هتلاقي عندي في الاوضه بتاعتي وانا بجهز السجاده والسبحه بتدرس الشخصيه بكل جوانبها تماما ان انت عايشه ومتعايش معاه تماما عشان تتكلم بعد كده بقى تبقى طالعه الشخصيه بمنتهى السهوله. كان في شخصيه من الشخصيات الصعبه برضو اللي كانت بالنسبه لي صعبه جدا في التقليد، كان نجيب ساويرس. كلهم تقايل يعني. انت بتنقي ايه ده من واضح انك غاوي مشاكل. لا والله بالعكس، ده يعني لكن هو ده كان هقول لك على حاجه غريبه جدا. هو كان صاحب اون تي في كويس. بعد ما عملت الحلقه دي استضافتنا ريم، كان اسمها ريم ماجد. استضافتنا عنده في نفس استضافتنا انا وياسر كان عامل احمد شفيق وانا كنت عامل نجيب ساويرس. ده كان من اصعب الشخصيات، ما كنتش متخيل ان انا هعرف اعمله، بس الحمد لله ركزت معاه وقدرنا نجيبه يعني، وطلع بشكل كويس. طيب بس انت بقى يعني عايزه تتكلم اكيد. ايوه بقول يعني بما ان انتوا مش مديني المساحه بس هتكلم. اتفضل يا وسام. بس عايز اسالك سؤال الاول يا محمد، انت ممكن تحط يعني انت دلوقتي مثلا شفت بسنت ولقيت فيها حاجه كده استفزتك ان انت ممكن تقلدها في وقتها من غير بقى دراسه الحقيقه، الحته بتاع بسنت اللي لفتت نظرك دي انا هقلدها دلوقتي، بتحصل؟ اصلا بتحصل عندي. بتحصل عندك؟ انا لا، ما بتحصلش عندي. لازم حد اقعد اركز معاه واذاكره والكلام ده. لازم اقعد اذاكره كاني بذاكر شخصيه عاديه جدا جالي على الورق، شخصيه عاديه. الا اذا كان بقى حد مثلا كاركتر ماشي في الشارع ليه طبقه صوت معينه بيتكلم معين، ده ممكن اعمله في ساعتها. افيه، فانت خدت الافيه على طول. خدت الافيه، يبقى هو عنده المشكله واضحه قوي، عنده طبقه صوت مثلا معينه بشكل معين، او عنده لازمه في الحركه، او عنده ده بيبقى سهل ممكن. لكن غير كده لا، لازم اقعد اشتغل على الشخصيه. تمام. طيب مشاركتك مع راجل وست ستات مع الفنان طبعا الكبير اشرف عبد الباقي، ايه الاختلاف كان ما بينها وما بين الشوك توك صح؟ عشان هو كان توك شو وايه المواقف اللي ممكن تكون مش هتنساها مع الفنان اشرف عبد الباقي؟ يعني خلينا نرد على جزء بالنسبه لي، عشان انا الفنان اشرف عبد الباقي بالذات يعني من الشخصيات اللي انا بحترمها جدا في افكارها وفي تقديمها للناس وفي كل حاجه. هو انسان محترم جدا، دي حقيقه. وفكره حتى تياترو مصر من الحاجات اللي بحبها. انا من نسيت اقول برضو استاذ اشرف عبد الباقي من يعني جايز فتحي ابو وهاب، خالد صالح الله يرحمه، واشرف عبد الباقي من الناس اللي ساعدوني وقريبين مني جدا. اشرف عبد الباقي العلاقه كانت يعني بدات بشكل غريب شويه. سامح حسين كان معاه، فسامح قال لي سعداوي معانا حلقه في الجزء الخامس ودور لي عليك اول ممكن تيجي تعمله. المهم رحت عملته وكنت اول مره اقابل اشرف عبد الباقي. سامح عرفني عليه بشكل كويس وخلاص عرفنا بعض في الحلقه دي. يوم واحد رحت عملت حلقه ومشيت.
بعد كده كنت في فندق في العين السخنه ومعايا اسرتي يعني، وهو كان معاه اسرته. فاتقابلنا بالصدفه في الاوبن بوفيه كده، هو قابلني لقيت الجرسون بيقول لي سمعت استاذ اشرف عايزك، بص لقيت اشرف عباقي. فطبعا رحت جاري، بحبه جدا، فرحت جاري وهو اللي بندهلي، فرحت جاري سلمت عليه يعني فرحان بيه جدا وبتاع. لي سعداوي انت فين؟ انا قلب عليك الدنيا. قلت له انت بتتكلم، عارف بقى الحاجات اللي بتشوفها في انت بتتكلم بجد يا استاذ؟ قلب عليا انا ابص ورايا كده بتتكلم عليا. قلت له بتتكلم بجد؟ قال لي قلب عليك الدنيا يا ابني، فين رقمك؟ قلت له رقم انت ممكن تجيبه من اي حد يعني، اماكن كتير، صحابنا كتير انت عارفهم، ممكن تجيب رقم. قال لي المهم يا عم صحاب ايه بس، المهم اديني رقمك. فرحت قال لي اكتبهولي. سبحان الله هي اقدار. فكتبته، فاللي كتب لي الرقم كتبه لي رقم في رقم فيه غلط. بدل ال5 كتب 9. ده قاصد ولا غصب عنه؟ لا اكيد غصب عنه. اكيد تفكرت شويه. لا اكيد غصب عنه طبعا. ف قعدنا شهرين مفيش اتصال. بعد شويه لقيت بيكلموني قالوا لي سعداوي في راجل ست ستات، كان اول يوم تصوير ليهم الجزء السادس والسابع والثامن، كانوا لسه داخلين الجزء السادس. قالوا لي سعداوي في عايزينك في حلقه وبتاع. حلقه؟ انا قلت بقى في عقلي بالي يعني كل ده يا استاذ اشرف عشان حلقه يعني، وقلب الدنيا عليك وعايز تليفونك. فرحت قلت اوكي خلاص مش مشكله اروح يعني. فرحت قعدت مع المخرج المنفذ، قال لي اقرا سعداوي وشوف لو انت الدنيا تمام بالنسبه لك نجيب الانتاج بتاعي. قلت له ماشي. قريت بسرعه كده قلت له اوكي ماشي موافق تمام. قال لي طب نجيب انتاج؟ قلت له لا انا هعملها كادو للاستاذ اشرف. قال لي يا راجل دي بالنسبه لهم حاجه غريبه جدا يعني. قلت له بجد والله انا هعملها كادو، انا مش محتاج انتاج، انا بالنسبه لي يوم تصوير هاجي اعمله وهبقى مبسوط مع الناس وخلاص مش مشكله، هعملها كادو. وانا قاعد بخلص اشرف عباقي بيعمل اول شوت في الاجزاء الجديده وخارج بعد اول شوت، لاني قاعد عند المخرج المنفذ في الاوضه. انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش عارف ايه. قلت له انا جاي عشان كذا كذا كذا. مش هو اللي كان باعت لي بقى اسد في الدكار المخرج، هو اللي كان باعت لي على الحلقه اللي انا كنت رايح لها. قال لهم ازاي يا جماعه يا ابني انت مش رقمك كذا 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 كذا. الرقم اللي هو كان بيتكلمه بقى اللي هو الغلط ده كان مقفول طول الوقت، يعني ما حدش قال له حتى ان ده مش رقمه او مقفول. وكانوا هم لسه بيجهزوا في الكتابه في الورق. قال له طب احنا عندنا مين سكن هو كل الادوار؟ فقالوا له دور القهواجي هو اللي لسه موجود وجاي له واحد موجود قاعد بره عشان يعمله. فقال لهم لا هنقلبها بقى، سعداوي هيعمل هو الدور القهواجي والتاني اللي جاي هيعمل الدور الحلقه اللي كان جاي سعداوي يعملها. وفعلا يعني من حلقه كنت رايح حلقه مضيت على 102 حلقه تقريبا معاهم ال3 اجزاء. فبقيت متواجد وبداوا هم بقى في الكتابه يظبطوا الدنيا شويه واحده واحده. وهو مرن جدا، انسان جميل جدا. كنت اقعد على الحلقه بالليل. عملت دور حلو جدا ما شاء الله. دور كوميدي. قال لي هنسميه سعداوي. قال لي كمان يا عم هنسميه سعداوي. هو صعبان عليه ان انا ما خدتش الفرصه من اولها معاه في المسلسل. فقال لي هنسميه سعداوي، واي حاجه تيجي على دماغك تعالى قولها لي، اي افيه اي مش عارف ايه تعالى قوله لي. بني ادم خرافي يعني. وفعلا كنت ابقى سهران بالليل على الحلقه احاول اخرج منها اي في اي حاجه، باعتبار ان انا بكتب برضو عندي فكره. فكنت بكتب حاجات واروح له في الكرفان وهو قاعد بقى بيعمل مكياج يقول لي ها في ايه؟ اقول له في كذا كذا كذا، يقول لي تمام قشطه. وكنا نخش نشوط وبعد كده بقينا اصحاب جدا يعني. هو من الناس الجميله اللي بتساعد كمان الناس اللي حواليها كتير. جدا. طيب ايه بقى الاختلاف كان ما بين الراجل وست ستات وما بين التوك شو او التوك في الشغل؟ هي دي دي سكه ودي سكه تانية خالص. في الشغل بتاع الشوك توك او التوك شو اللي مش عارفه تقولي لا اصل انتوا لخبطتونا بقى مش اسلوب يا جماعه. انا نفسي اتلخبطت. توك شو موجة كوميدي شوك توك على ام بي سي مصر. بس اساسا في ام بي سي مصر بالظبط. اساسا في ام بي سي مصر نفسهم متلخبطين يا جماعه، مش عارفين المواعيد نتفرج عليهم مش عارفين انتوا مين بالظبط. يعني معلش سوري لقطع كلامك، عايزين نشوف مين اللي غير الاسم ده عشان انا عايزاه. ليه اتغير؟ طيب ليه ما سابوش توك شو عادي موسم جديد؟ ما جميل على ام بي سي مصر. باعتبار ان هي يعني قناه غيرنا المحطه فنغير الاسم. قال يعني كده مش هنعرف. ما عرفتكش انا كده. عملتها ازاي دي يا يومس؟ قول لنا بقى ايه الاختلاف؟ يعني بيبقى في اختلاف. هو هنا احنا بنعتمد على التقليد والساركازم السياسي الكوميدي.
وفي الناحيه التانية احنا ما عندناش اي تقليد، وما عندناش اي سياسه، وما عندناش اي، بالعكس دراما عاديه جدا، شخصيه عاديه كذا عاديه يعني، حتى بيبقى الجهد فيها قليل. شغلنا في موجة وفي ام بي سي مصر مجهد جدا، كان مجهد جدا جدا. انهي بالنسبه لسعداوي احلى او امتع؟ لا امتع طبعا الدراما العاديه. انت بتحب التمثيل اكتر من التراجيدي اصلا. الكوميدي يعني انت طلعت مصري اصيل. انا بحب التراجيدي يعني، الادوار اللي هي فيها تركيبات نفسيه وسايكو ما فيهاش ضحك دي انا بحبها جدا وبحاول اروح لها. في المسرح انا المسرحيه الجديده اللي انا عاملها دي دور تراجيدي مش كوميدي، بالعكس دور تركيبه نفسيه. وفي دهشه مع دكتور يحيى الفخراني كنت عامل دور بعيدا عن الكوميدي تماما، قطع طرق سنة 1945 في الصعيد، حد ملوش اهل وملوش بترمي في اي حته مش متخيله واخد بشله هنا كان دور من اجمل الادوار اللي انا بحبها جدا. طيب احكي لنا عن موقف مش هتنساه بقى مع اشرف عبد الباقي، موقف كوميدي، موقف عادي انساني، يعني بشكل عام موقف دايما بتفتكره اول لما تشوف اشرف عبد الباقي. هو في موقف انا دايما فاكره الاستاذ اشرف، هو طبعا مواقفه كتير جدا وبني ادم جميل وطول الوقت كوميدي وطول الوقت وانسان يعني. لكن انا في مره كنت انا مستني ان هو يقول لي تعالى نقعد بقى مع بعض بعيدا عن الشغل. عارف انا مستنيها بتبقى لطيفه يعني، تبقى مع حد بقى نجم كبير زي ده بعيدا عن الشغل، بتبقى تفاصيل تانية خلاص، بقيتوا صحاب بقى وبقيتوا في ثقه يعني. فهو عزمني عنده في البيت، فاداني العنوان. انا عندي مشكله مع الكلاب. خاف منهم؟ مش بخاف قد ما انا عندي مشكله مع ملمسهم، ما بحبهمش. الريش بتاعهم كده لما بيجي او الشعر بتاعهم هو ريش ولا شعر؟ هو شعر. حضرتك بتتكلم على بطه كده عشان اتكلمنا عن الفراخ في الاول. بالظبط، حاجه لسه مسيطره البطاطس اللي في الفرن دي، فلسه هو الكلاب يبقى شعر، الكلاب شعر مفيش ريش. انا على الحق، وما بتخشش الفرن الكلاب، ما بتعملش صينيه بطاطس خالص. فهو عنده كلب رهيب كده قد كده يعني طبعا اذا مش شايفين، بس كلب كبير جدا، كلب ضخم جدا. هو غالبا يا جماعه الكلب اللي هو بيوصفه اطول مننا احنا. بالظبط، طولي كده، كلب حلو طولي. كلامك جارح يا جماعه، عشان انا مش طويله قوي، طويله كتير. ما هم بيشوفوا الصور يعني خلاص، يعني بضحك عليهم. هو عنده بره على الباب شاشه، فبتشوف مين اللي عنده بره، فبيفتح له الباب من عنده، تلاقي الباب اتفتح على مصراعي. انتوا بتلعبونا ولا ايه؟ وكانت المفاجاه، انا رنيت الجرس فهو شافني وكلمني: سعداوي حبيبي ده ثواني الباب. قام فاتح لي الباب، لقيت هذا الكائن جاي بيهجم عليا هجوم ابن لذينه. طلعت تجري يا مامتي، انا قمت قافل الباب تاني. لا خلاص انا هجيلك بعدين والله على طول قمت قافل الباب. خلاص انا كده في الامان. طبعا انا سامع ضحك بقى، ضحك جوه فظيع. فقال لي: يا ابني خش. قلت له: والله العظيم ابدا همشي. قال لي: طب نعمل ايه؟ فبعت معايا بعت مع يعني المساعد هو اللي، وبعد كده بقيت انا والكلب ده اصحاب جدا بقى. طيب يعني حبيت يعني بقى لطيف يعني ممكن تجيب كلب عادي. ممكن اجيب كلب، بس انا عندي مشكله في ملمسهم. انا ما يعني هو دايما الكلب يعني خلي بالك هيا بتسمعنا. نفسها اجيب لها كلب، خلي بالك هي بس بتقول لك ممكن تجيب كلب، قلت لها ممكن. انا باخد يا هيا بابا بيقول ممكن. بس لا انا عندي يعني لو الكلب قاعد ساكت ما عنديش مشكله، لكن يقعد يتنطط عليا بقى ويعمل حاجات. هو الكلب لازم يلعب مع صاحبه، انا ما احبش كده بقى خالص ويقعد خالص. طب والقطط؟ ايوه القطط عندي مشكله مع ملمسهم برضه جدا. كل حاجه هو اي حاجه عندها ريش. اي حاجه عندها ريش بالظبط. احب الزرع قوي يعني، ده ما بيتحركش. انا عندي بالظبط، عندي ممكن تلاقيني زارع في البلكونه، عندي طماطم جرجير، بزرع جرجير. لا فعلا والله العظيم. انت بتحب الزراعه اصلا؟ انا بحب الزراعه جدا، لان هي حاجه، عارفه لما تحطي نبته كده صغيره وبعدين تبدا تكبر قدامك وتشوفيها وهي بتكبر، ده احساس حلو بالظبط. فجت في دماغي ازرع طماطم. طب ما ازرع طماطم، زرعت طماطم فعلا.
عملت حوالي 15 شجره طماطم وكنت باكل منهم طبعا من غير اي كيماويات بقى، من غير اي حاجه. وجرجير قعدت بتاع 3 لا ده احنا نروح له البيت بقى. نروح البيت ونشوف بنفسنا. مزارع يعني. طيب انت اشتغلت مسرح وتلفزيون، في رايك ايه الاصعب؟ المسرح. عشان هو طبيعي ان المسرح يكون المسرح اصعب كتير. انا تبقى مستني رد الفعل وانت واقف. انا عشقي الاول والاخير هو المسرح، بحب المسرح قوي. طب انت لو على المسرح والمفروض ان انت بتعمل حاجه كوميديه ولقيت رد فعل مش مفيش ضحك، حصلت قريب جدا معايا في الجزائر. لو انتوا مش فاهمين نعيدها لكم تاني ولا ايه؟ هم مش فاهمين يعني، في مناطق بتبقى فيها مش فاهمين الافيهات المصري، بتبقى فيها مواقف. هو بصراحه ما كانش معايا، كان مع زمايلي، انا بلعب دور تراجيدي، لكن هم في مناطق عندهم هم بيقولوا كوميدي، فبيصعبوا عليا جدا يعني. صمت كانوا لان هو مش فاهم احنا بنقول ايه. طب انزل ازغزغكم ولا اضحكوا يا جماعه؟ جري. لا بجد بتضايق، بتهيألي هي بتضايق، بس مع الخبره الممثل؟ لا، مع الخبره والممثل شاطر ما يفرقش معاه، هو قطر بيقول رمى الافيه جاب ما جابش هو مكمل. لو الافيه جاب بيستنى السكته الصغيره بسنس وهو بتاع ضحك الجمهور عشان ما يوقعش كمان ايقاع المسرح. بيستنى شويه صغيرين، الجمهور ضحك خلاص وبعد كده بيكمل، او بياخد السكوسي بتاعه وبعد كده بيكمل. لكن المفروض الممثل المظبوط ما تفرقش معاه، الجمهور ضحك ما ضحكش هو ماشي قطر. فمن وجهه نظرك هو اللي بيكون اصعب هو المسرح اصعب بكتير. طب وانت بتحب تشتغل مسرح اكتر؟ انا بحب المسرح قوي، وقعدت فتره طويله جدا ما اشتغلتش مسرح. بعد ما اتخرجت من مركز الابداع قعدت حوالي 11 سنه ما اقفش على خشبه مسرح، رغم ان انا مولود ومتربي في المسرح. 11 سنه بعيد عن المسرح، ورجعت له تاني بالمسرحيه اللي هي الخلطه السحريه للسعاده، مسرح الهناجر. طب والسينما فين من حياه محمد؟ مش عارف، بس يعني انا بدور عليها. بالعكس ده السينما جميله، السينما الكاميرا الواحده دي واحساس السينما وطريقه تمثيل السينما والاختلاف في ده يعني كويس. انا عملت فيلمين بس. فيلم قص ولزق مع استاذ هلا خليل، بعتز بيه قوي. وعملت مشهد صغير كده في ناس فاكراه برضو، كان لطيف، مع محمد علي، كان الاولى في الغرام بتاع هاني سلامه. طبعا كان مشهد صغير قوي، بس الحمد لله يعني الناس شافته بشكل كويس. هو اصلا كان اغلبيه المشاهد يعني كان كله متركز على هاني قصه هاني يعني بالزبط. لكن هو الباقي كان حتى ناس ابطال وناس يعني قويه، بس كان هو مشاهد برضه. انا بعشق السينما وبحبها، وعايز اقول لك انا عارف ان انا يعني انا متاخر شويه. يعني في حاجات كتير المفروض ابقى انا اشتغلت فيها، بس انا بتعامل معاها لان هي دي بتاعت ربنا. يعني هو ممكن يبقى مستني بقى يثقلني الخبره تبقى احسن من كده، او الموضوع تبقى احسن من كده، لكن انا السينما بعشقها بعد المسرح على طول. طيب من على صفحه راديو البوابه في حاتم محمود بيقول لك مساء الخير بسنت ويا اكرم، بيقول لنا احنا الاول مساء الخير يا بسنت ويا اكرم، واحلى مسا على الاستاذ الفنان محمد سعداوي، ونفسي اسمع من حضرتك تقليد الراحل عادل ادهم. هو انت قلدت عادل ادهم قبل كده؟ يعني بحاول افتكر. عملت حته صغيره كده في كان حلقه كنت انا وياسر ومس حمدان. طب ايه نقلد له حته صغيره خالص؟ نقلد له عادل ادهم. يا قطه انا احب البنت المهذبه، يعني عادل ادم كده ومش محضر كده. يا استاذ حاتم اهو قلدها لك، ميرسي ليك حبيبي يا حاتم. طيب احنا لسه هنكمل اسئلتنا مع الفنان محمد سعداوي، ويعني الوقت بيجري، بس لسه في اسئله هنسالها انا وبسنت. بنفكركم برقمنا. انا اتفضلي. طبعا اقول ايوه اوكي، انا بحب اقوله جدا ده انت عارف. رقم تليفوننا هو 01960 393 والبيج راديو البوابه بالعربي، وهنسمع يا بتاع النعناع يمنعنا.
تابعوا كل أعمالي وأخباري على راديو البوابة. ماجد المصري. اسمعوا كل أخباري على راديو البوابة. سوما. اسمعوا كل أخباري وآخر أعمالي على راديو البوابة. أحمد سعد. راديو البوابة يسمعك قبل ما تسمعه. انتوا لسه بتسمعوا بوابة النجوم على راديو البوابة. ألف سلام عليك يا بسام. لسه مكملين معاكم في برنامج بوابة النجوم. لسه مكمل معاكم أكرم المصري، وكمان لسه منورنا يعني الفنان الجميل اللي أنا بحبه يعني الفنان محمد سعداوي. وأنا لسه قاعدة معاهم يا جماعة. ده منورانا. اكيد منورانا. هي اللي كانت بتكح في الاول دي يعني قولوا لها الف سلامه. الله يسلمكم يا جماعه. ميرسي. واكيد برضو لسه معانا في الاستوديو يعني مش هنطلع لوحدنا. لا، معانا الجندي المجهول ورا الاحداث محمد الكاشف مهندس الصوت اللي بنتعبه كنا بنتناقش انا وهو في الفاصل. بيتناقشوا مناقشه قويه جدا يا جماعه. ايوه لازم طبعا. طيب نيجي بقى الاعلانات. ما شاء الله اشتغلت في كذا اعلان. كلمنا، هل الاعلانات ممكن اي حد اي فنان يعمل اعلان ولا بيتطلب مواصفات معينة في الفنان ده او في الشخصية اللي هتعمل اعلان؟ سؤال عميق. هي فعلا. شفت انت اتخضيت ازاي؟ اصل الاعلانات فعلا صعبة مش سهلة، صعبة جدا فعلا. والله يعني شوفي احنا كنا بنتكلم من شويه عن المسرح هو اصعب ولا السينما ولا كذا. الاعلانات ممكن تتحط من الحاجات الصعبه. انا ما كنتش متخيل كده. كان نفسي طول عمري اعمل اعلان. يعني فكره ان انت تعمل اعلان بتذاع كل شويه ده. وخلي بالك الاعلان الاخير كان عن ايه؟ فراخ. فلسه النظر يا جماعه اللي هو ايوه يعني شفت الحلقه كلها فراخ في الموضوع. ليه دايما حاسس ان الاعلان صعب كده؟ بقول لك كان نفسي اعمل اعلان فجالي مخرج طبعا معروف جدا، اشطر الناس اللي بيعملوا اعلانات، احمد مهدي. طبعا. كنا بنعمل اعلان مش هقول طبعا لايه يعني عشان طبعا. ايوه مش هنقول. هي فري. لا حاجه تانية. لا ده اعلان تاني، هو ما عملش اعلان. طب انا عايزه ده. الاعلان التاني ده اللي هو الاخير الفراخ ده لسه قريب. انا عارفه ده. لكن ده كان اول واحد من فتره من مده. اكتشفت انه صعب جدا لان انت بتركزي كل مجهودك وكل ذهنك في عدد قليل قوي من الثواني. يعني هو اصلا مفيش وقت كبير، مفيش مساحه ان انت تعمل فيه رياكشن زياده او تعمل فيه حاجه زياده. دي كانت بالنسبه لي هي الصعوبه. هو ليهم مده معينه لازم الاعلان، لان طبعا لو زادت المده المسج اللي انت عايز تقوله زادت الفلوس. بالظبط كده. فهم بيتعاملوا بالثواني، بالثانيه، ان احنا في الثانيه دي هنعمل كذا، في الثانيه دي هنعمل كذا. هي دي بتبقى صعوبتها. بس كنت مرتبك جدا. اول اعلان ده كان بالنسبه لي يعني كنت خايف قوي قوي قوي. لكن لما دخلت اشتغلت بعد كده، اشتغلت مع احمد مهدي بقى اعلانات كتير بعد كده، كذا اعلان. ده ليه مواصفات معينه للشخص مثلا اللي يعمل اعلانات؟
يتحكم مثلا في وقت صغير، يعمل رياكشنات بسرعه في وقت صغير، يعني يقول لنا برضو. هي دي ليها عامل. العامل التاني الاهم بيبقى الكاركتر اللي انت هتعمله. يعني ممكن اكرم يبقى لايق في حاجه انا ما بقاش لايق فيها، انا لايق في حاجه انت مش لايق فيها. يعني بترجع للكاركتر نفسه اللي المخرج عايزه. تمام. هنا ممكن يبقى في ممثل هنا نافع يعمل او مش نافع يعمل. وفي ناس بتجرب الاعلانات ما بتبقاش يعني ما بتبقاش كويسه فيها او ما بتحبهاش ما بتكملش فيها. لكن انا بحب الاعلانات على قد ان هي بتبقى متعبه جدا. بتصور في قد ايه مثلا لو اعلان دقيقه ممكن ياخد منكم تصوير قد ايه؟ يوم كامل. يوم كامل. دقيقه في يوم كامل. الله ده شيء لطيف. يعني فعلا شغل الاعلانات. وبنشتغل من امتى؟ من 5 الفجر. بنشتغل 5 الفجر ممكن نخلص 1-2 بالليل. كل ده شغل. ده يوم من اوله لاخره. كله شغل. بريك مثلا ساعه واحده في النص وخلاص عشان يطلع الحاجه اللي هو. طب الفلوس بتاعت الاعلانات حلوه ولا فلوس التلفزيون انا شايفه ان انت ممكن تنسحب عن السؤال ده. يعني لا قول لي عشان بفكر في عندنا. انصحني بقى، انت خبره في لا فلوس الاعلانات. فلوس الاعلانات لان انت بتشتغل يوم واحد بالذات منتجات معينه. هي العالميه يعني. انت بتسمع الفراخ انا ملاحظه صح؟ ايوه انا وهو. بس عشان الناس تبقى عارفه برضو هي الفلوس مش كتير قوي يا جماعه عشان ما حدش انا بقول لك بلاش السؤال ده مش كتير قوي برضو عشان ما حدش. مش اوفر يعني. مش اوفر لكن هي بتقول كام ولا ما كده هتبقى اوفر بقى. هي بتبقى نسبه وتناسب مع لو بتعمل فيلم او دراما او حاجه تانية. لا هي بتبقى اعلى لان هو يوم واحد يوم واحد بتاخد اجر مثلا. بتاخد اجر دورك في مسلسل بتاخد اجر. خلينا بتاخد اجر. ما شاء الله طبعا ربنا يزيدك. الله يخليك. انت شايف يا محمد ان في ناس في مجال الفن مفيش عندهم مثلا موهبه او يعني ما يطلقش عليهم ممثلين او حد محترف ومع ذلك بياخدوا ادوار بطوله كمان او بيشتغلوا كتير كمان. في انت شايف كده ولا ايه؟ طبعا ده هو مفيش غير كده اصلا. موجودين كتير جدا. وده ايه سببه بقى من وجهة نظر يا محمد؟ هما في حالتين من النوعيه دي. الحاله الاولانيه ان هو يبقى ابوه اصلا حد مشهور او معروف او عمه او خاله او حد من او امه في العيله. يعني حد من العيله متواجد في الشغلانه وقاعد فيها. فده دول لازم يجوا دول يكملوا في نفس ده اللي هو زي نظام الوظائف وزي نظام اي حاجه بالظبط في مصر. بالظبط. في الفن اوفر بقى شويه وباينه لان هو عليها الاضواء. ده النوع التاني وممكن ما يبقاش عنده الموهبه خالص يعني. وفي ولاد فنانين موهوبين مبسوط لهم بالعشرة ان هم موهوبين فعلا بعيدا عن ابوهم او بعيدا عن الحد المرتبط بيه جوه الفن يعني. النوع التاني النوع اللي هو بقى ايه بيسموه يعني مش عارف بقى يعني شايل مشاعره او شايل كرامته او يعني يعني مركب حاجه تانية مكانها. اللي هو بيمشي امور زي ما اللي هو راشق. يعني انتوا رايحين خدوني معاكم. انتوا رايحين فين؟ انا معاكم. كان رخم ده انا عارفه. هو في الاخر هو في النهايه مش لاقي حاجه شغلانه اصلا يعملها. بيلاقي ان الشغلانه دي بقى الشغلانه دي ناس مشهوره ومعروفه وفلوس وبتاع. طب انا ايه؟ طب سكاكها فين؟ سكاكها مثلا مكاتب انتاج. ده بتلاقيه بقى عارف كل مكاتب الانتاج اللي في مصر. مصاحب 3/4 الناس. مصاحبهم كلهم جدا برخامه. خلي بالك برخامه يعني. انا غصب عنكم. انا موجود. انا موجود. فهو خلاص مفيش غير ده. فبياخد الفرصه الاولانيه في الثانيه في الثالثه بعلاقاته بحاجات تانية بقى كتير يعني. في تفاصيل في الشغلانه صعب نتكلم فيها شويه لكن معظم الناس عارفه. ماشي. تفاصيل تانية بقى بتسهل الحاجات دي كتير. لكن اللي مش عارف يعمل او مش قادر يعمل ده بتبقى صعبه بالنسبه له شويه. بيتاخر شويه. انا من النوع اللي هو مش عارف يعمل ده بس مش حابب ده جدا. حابب ده لان انا في النهايه انا عايز اكسب نفسي. يعني ابقى انا شغال وعايش وعندي بنتي وعندي حياتي وبتاع ومش محرج من حاجه قدام حد. يعني انا قراري من دماغي ربنا كاتب لي ان انا هوصل بالناس وبحب الناس يبقى هوصل. لكن غير كده ما بعرفش اعمل حاجه تانية بصراحه. طب مين الفنان اللي شايفه محمد مثله الاعلى مثلا سواء بقى قديم او جديد يعني مش هنختلف؟ استاذ احمد زكي الله يرحمه. الله يرحمه. استاذنا جميعا يعني بصراحه. الفنان احمد زكي اشمعنى؟ هو ما ينفعش اقول اشمعنى. لا احمد زكي بس معلش احمد زكي ده بالنسبه لي يعني فلتة من فلتات الزمن. احمد زكي عالمي
عالمي بكل المقاييس. يعني يعني احنا مثلا لو اتكلمنا عن من اهم الناس اللي كتبوا او درسوا او أرخوا في مدارس المسرح ستانسلافسكي مثلا، الكاتب الروسي ده، اللي الممثلين كتير شغالين بالمنهج بتاعه. احمد زكي يعني اشتغل على المنهج بحذافيره، اللي هو الاندماج الكامل والاخلاص حتى النخاع في اللي هو بيعمله. احمد زكي فنان رهيب، مدرسه. يعني اللي عايز يتعلم تمثيل فعلا ده حقيقي، انا كتير جدا بعمل كده، بجيب افلام احمد زكي واقعد اتفرج عليها، اشوف هو عمل المشهد ده ازاي، عمل التفاصيل دي ازاي. لا الله يرحمه، يعني لا يضاهيه اي ممثل عالمي حتى، يعني لا يضاهي السينما بره، الامكانيات والاتموسفير العام بيوفر للممثل ان هو لو دخل عمل كده خلاص تمام كويس. لكن احنا عندنا في فقر الامكانيات وفي المشاكل دي، لما يبقى عندك حد موهوب قوي ومصدق قوي بالشكل ده لازم يبقى استاذ كبير يعني. الله يرحمه. هو يعني حد مش هيتكرر تاني طبعا. طب ومين دلوقتي اللي ممكن يعني اول ما ينزل حاجه تتفرج عليها او تتابعها ونفسك حتى تشتغل معاه يعني؟ والله في كتير، حتى شباب، مش لازم يكون شباب. يعني مش نفسك تشتغل معاه كمان، تحب شغله قوي وتحب تتابع الجديد عنده. فنان وفنانه واحد يعني اكتر اتنين. انا في على مستوى الرجاله يعني اللي اتعاملت معاهم، الفنانين اللي اتعاملت معاهم الكبار في السن، الدكتور يحيى الفخراني محترم جدا 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 في الشغل، وبتستمتع، بتبقى رايح انت عارف ان انت هتروح هتعمل ابداع وهتمثل وهتلاقي حد يستوعبك وتقول معاه وتدي معاه، ومتواضع جدا وبسيط وبتاع شغله، ما يتكلمش في اي حاجه بره الشغل. يعني ما ينفعش حد يقعد جنبه كده يكلمه في تفاصيل ولا خالص. بنتكلم في الشغل، في الدور، انت هتعمل ايه، بتاع. يحيى الفخراني من الناس اللي ممكن يساعد حد في الدور، يعني مثلا حتى لو هو ممثل مش كبير او كده ممكن يساعده بنصايح بتوجيهات بكده. طبعا. بس في بعض الممثلين الكبار، انا طبعا مع احترامي كبير للدكتور، بس انا اصلا يعني في ناس بيتعالوا شويه او ما يردوش او ايه خلاص، او بيبقى ليه انا عايز اقعد في اوضتي اجهز نفسي. هقول لك انا بعذرهم على فكره. يعني انا في الاول كان عندي مشكله مع النجوم لما بيعملوا الحكايه دي، بس بدات اعذرهم، لان انت بيتشتتوا جامد. انت بتقابلي كاركترات في الدنيا غريبه جدا، ممكن ما يبقاش موهوب ولا اي حاجه وعايز يلزق جنبك ويقعد ياكل لك في دماغك. طب انا مركز في شغلي دلوقتي يا ابني، انا داخل ده في كل مجال على فكره، وفي كل شغل بيحصل كده بالظبط. فهو من كتر ما زهق، لكن هو بخبرته لما بيلمس ان في بسنت موهبه حتى لو هي ما طلبتش منه، بيجيبها ويقعدها جنبه ويتكلم معاها ويديها امل ويكلمها في الشخصيه ويكلمها في الحياه هو نفسه بيعمل كده دكتور يحيى الفخراني. لكن حد يتطفل عليه دي بتبقى عنده مشكله. هو انسان جميل. طب مين من الشباب؟ من الشباب والله في كتير صحابي جدا كتير بحبهم جدا وبحب شغلهم قوي. في محمد ممدوح تايسون طبعا بحبه قوي، صحاب احنا اصلا من زمان، وهو يعني بسم الله ما شاء الله بيتطور بشكل كويس. وفي محمد فراج برضو اكيد ده مختار ناس جميله بالظبط. وفي احمد داوود طبعا برضو، كل دول دفعه تانية على فكره. خالد جلال برضو مركز الابداع. يعني دول من الناس الشاطرين قوي بصراحه على مستوى التمثيل، وهيبقى لهم مستقبل جامد. في بقى على مستوى الكوميديا وعلى مستوى الافكار والكرييت والحاجات دي احمد مكي. بحب مكي قوي، بحب دماغه. ونفسك تشتغل معاه يعني؟ جدا نفسي اشتغل مع مكي، ونفسي اشتغل مع احمد حلمي. يعني انت منقي اتنين يعني مفيش اختلاف عليهم، فعلا بحبهم جدا هم بجد. طب والبنات او البنات؟ منى زكي فنانات. منى زكي بحبها قوي، ونفسي اشتغل معاها. منى زكي برضو جميله جدا. حد تاني افتكر قبل ما نغير السؤال؟ لا والله في كتير، بس هو منى زكي تحديدا هي اكتر حد. كان في طبعا حنان ترك انا اشتغلت معاها قبل ما تعتزل برضو من الممثلات الشاطرين جدا، لكن هي منى زكي اكتر حد واضح بالنسبه لي، يعني اتمنى ان انا اشتغل معاها ان شاء الله. يعني تشتغل مع كل اللي انت عايزه باذن الله. طيب عايزين نعرف بقى ايه الجديد عند محمد سعداوي، لان الوقت بيجري بسرعه جدا. ايه الجديد؟ هل في موسم جديد مع MBC مصر شوكتوجو؟ احنا عارفين في موسم تاني يعني لسه ما اتذاعش. هل في حاجه هتتصور تاني ولا خلاص هما موسمين مع MBC مصر؟ يعني قول لنا برضو كل الجديد عندك.
هو يعني تحديدا في الفتره دي في كلام على انه يتعمل موسم ثالث موسم ثالث، والمفروض ان احنا يعني قريب هنخش نجهز، بس احنا مستنيين نشوف الجزء الثاني، لان الجزء الثاني احنا كمان ويا ريت بس يعرفونا المواعيد. الجزء الثاني عاملين فيه شغل حلو قوي، كانت معانا نسرين امين فيه، وكان معانا سعيد ترابيك الله يرحمه، وكان معانا بدريه طلبه، يعني كانت معانا مجموعه حلوه قوي. انا كمان كنت عامل فيها كام حلقه حلوين جدا جدا مع نسرين امين. نسرين برضو ممثلات الشاطرين قوي. نسرين امين ممثله شاطره جدا جدا. انا لسه راجع من الجزائر، كنا بعرض الخرطه السحريه للسعاده. كنا في مهرجان دولي في مدينه بجايه، كنا بنمثل مصر في المهرجان، الحمد لله عملنا شغل كويس قوي. وفي حاجه قريب باذن الله بنجهزها، حاجه بطوله بيومي فؤاد. ده ايه؟ معايا فيها ان شاء الله سيت كوم. دي الحاجات. وفي مسرحيه قطاع عام برضو بنجهزها، تبقى حاجه كبيره يعني، مسرحيه كبيره. وفي مشاريع، يعني في مشاريع متفتحه، بس هي لسه ما فيش حاجه بقت على ورق، يعني كل ده بعض يعني افكار. بالظبط. لكن يعني حاجات تانية على افكار، لكن اوكي ان شاء الله يعني السيت كوم بتاع بيومي هتكون انت وبيومي فؤاد. مين تاني طيب؟ يعني مش عايز نحرق يعني الابطال واحنا يعني كويس انا قلت بيومي. ان شاء الله ده بقت علامه اساسا. لان في ناس بتيجي وبتتغير وحاجات كده. فالاساس بيومي فؤاد. هو بطولته يعني تعتبر اول بطوله. تمام. ده هيبقى فين؟ في رمضان اللي جاي؟ في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله شغالين على انتظاره ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وفي المسرحيه اللي هي الكبيره اللي بنجهزها دي ان شاء الله. وفي الخلطه السحريه للسعاده احنا لسه هنسافر بيها تاني وهران الجزائر، برضو في مهرجان هناك، المهرجان العربي. تمام. ورايحين بيها تونس وهولندا في شهر 3، امستردام ما شاء الله. وان شاء الله بغداد، ده الجديد بقى. رايحين العراق. طب ايه، ما فيش قلق خوف ان انت تروح تعرض هناك؟ هم طمنونا جدا يعني. هم مين اللي طمنونا؟ هم مين اللي بتوع امبسي يعني ربنا يستر. ماشي والله انا طمنا عليك. طيب لما ترجع لا ان شاء الله خير يعني باذن الله. طيب عشان برضو نقرا كل الكلام اللي كده. في محمد بيقول مساء الخير، متألقين كالعادة يا بسنت ويا أكرم، وتحياتي للفنان المبدع محمد سعداوي، وعايز أسأله بتستمتع بتمثيل المسرح أكتر ولا الفيديو؟ ليه؟ بتستمتع بأنهي أكتر، المسرح؟ ويعني احنا يمكن اتكلمنا عن المسرح ان هو أصعب، وانت اتكلمت ورد الفعل بيبقى مباشر من المتفرج، وبتحس انت اصلا بتستمتع بقى بايه؟ انا بستمتع بالمسرح طبعا، بالمسرح. لان فكره ان انت يبقى قدامك طاقه من البشر كلهم قاعدين موجهين انظارهم عليك، دي طاقه، دي لوحدها طاقه. انت بتستنى رده الفعل في وقتها بالظبط. فرد الفعل انت شايفه مجرد لما تشوف الناس بتضحك او بتسقف لك، فانت بتحس يعني طبعا ان انت انا عايز اكتر كمان. غير الكاميرا انت ممكن تبقى واقف بتعمل كوميدي واللي بيصور اصلا منشغل في ان هو بيصورك. مش مفيش حد هيركز في ان هو يضحك، حتى ما ينفعش اصلا صوت. فانت عايز تقول له ايه يا جماعه، انا بضحك ولا اللي بقوله ده كويس ولا ايه؟ استنى بقى لما يتذاع بعد كده والناس تقول لي بقى في الشارع او كده. تمام. طيب في اي جديد تاني برضو الناس بتستناه لمحمد سعداوي؟ في حاجه كده كبيره انت بتخبي علينا؟ انا حاسه اني بص لا والله انا بحاول يعني معاك افتكر واحده كده الدنيا ماشيه ازاي. في حاجه كبيره بنجهزها ان شاء الله، دي برنامج سياسي كوميدي بطولتي. تمام. حلو ده، حلو قوي. ده شغالين عليه. ده فكره مين؟ فكره مين؟ اخراج مين؟ هي فكرتي وكتابتي. تمام. انت بتحب الكتابه جدا؟ بحب الكتابه قوي. ممكن نشوف محمد سعداوي بيكتب مسلسل بقى او فيلم ويمثل فيه ابطال كبار بقى، انا عندي محمد يكون معاهم. عندي اوريدي ارضيات لحاجات يعني. تمام. يعني شغال على حاجات ان شاء الله. طب قول لنا البرنامج ده. البرنامج ده سياسي كوميدي لطيف كده، مش عارف، مش عايز احرق الفكره، اللي انت عارف فكره الافكار اللي بتتسرق. قول لنا مين اللي معاك، الفكره العامه مثلا. في تقليد. هي الفكره العامه سكتشات. هو بلعب انا شخصيه كائن فضائي. تمام. والماسك دلوقتي المفروض خدوا المقاسات، والماسك بتعمل في امريكا دلوقتي. كائن فضائي نزل الارض،
عشان هم عندهم فوق في كوكب وكوكب ناشرين غسيل بين البتاع، فالغسيل ده بيتوسخ كل شويه. دي بتبقى حلقات منفصله ولا حلقات منفصله؟ تمام. لكن هو الكاركتر الشخص اللي هو الالين ده موجود طول الحلقات. يعني بالتوفيق دايما نجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليك ان شاء الله. وبرده ما قلناش اسامي شويه حاجات بس انا ساكته. بس طيب هو انا يعني شويه انا فهمت شخصيه محمد ان هو بيخاف شويه ان هو قبل ما العمل يتم ان هو يتكلم ويشرح، فهو بيستنى العمل يتم. هو بيقلق شويه لان واضح ان هو تعرض في حياته. حسيت بيك. ايوه حسيت بيك جدا. يعني اكيد بنتمنى لك كل التوفيق في كل شغلك، ويا رب يكون وشي انا وبسنت بقى حلو عليك وفي نجاح، ووش محمد الكاشف طبعا يعني طبعا حبيبي الراجل الطيب اللي قاعد هناك. فاكيد بنتمنى لك كل الخير، وان شاء الله يكون في لقاءات تانية معاك كده، وانت عامل اعمال كتير وناجح فيها واعلانات كتير برضو، عشان انت بتقول الاعلانات حلوه. ما شاء الله يعني. ربنا يزيدك. خلاص اكرم هيفكر في الموضوع ده. خدوني معاك، انا ممكن ما اخدش فلوس، اكلني الفراخ. بنشكرك جدا ونورتنا اكيد، ويعني كنا مبسوطين معاك والوقت جري معاك بسرعه، ويا رب يكون بس ما فيش اسئله انا وبسنت اسئله ضايقناك او اي حاجه. بالعكس انا مبسوط جدا جدا النهارده ومتفائل، وحاسس انتوا وشكم وانتوا الاثنين هيبقى فتحه خير علينا يا رب. يعني مبسوط قوي باللقاء بصراحه، وعايز ادعي لكم ان انتوا الاثنين ربنا يكرمكم ويوفقكم وتوصلوا لكل اللي بتتمنوه، وهتوصلوا ان شاء الله اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. محمد ربنا يخليك. طب حابب تقول ايه للجمهور بقى بتاع محمد؟ حابب اقول للجمهور معلش انا مقل شويه وبس، يعني بتبقى ظروف غصب عني، لكن انا بحبكم جدا وبتمنى اسعادكم طول الوقت، وان شاء الله انتوا طول ما انتوا في ظهري وطول ما انتوا بتحبوني ان شاء الله ربنا يكرمني واقدم لكم حاجه كويسه تفيدكم وتفيد ولادكم كمان ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بنشكر الفنان محمد سعداوي اللي كان منورنا النهارده في بوابه النجوم، كمان بنشكر كل اللي تابعونا النهارده، والمداخلات الناس اللي ما عرفوش في الاول يخشوا معانا اكيد بنعتذر، وفي ناس اتصلت في بدايه الحلقه خالص، ف اكيد في البدايه بس بنكون لسه ما اتكلمناش، فهتخشوا بمداخلات ان احنا ما لحقناش اصلا نتكلم، فبنعتذر لكم اكيد. وبشكر كمان مهندس الصوت محمد الكاشف، وكمان بشكر زميلتي ومذيعتي كل الحاجات الحلوه دي بسنت خالد، بشكرها جدا. واستنوا ان شاء الله يوم الثلاث الجاي وحلقه جديده من برنامج بوابه النجوم مع اكرم المصري وبسنت خالد. شيل ده